لك أن تتخيل صديقي انك تدخل اقوى واخطر اكاديمية في العالم، والواضح انك شاب عادي كحيان، ولكن في الظلام ترتدي قناع الجبروت وتحكم اقوى منظمة في العالم. بس ليه كل ده؟ ايوه، انه الانتقام. اهلا بك يا صديقي في حكايتنا الاسطوريه، واللي هتكون مليئه بالاثاره والعظمه، اللي حرفيا مش هتخليك تقعد على بعضك ثانيه واحده. فكما اعتدنا دائما نغرق الكومنتات بالصلاه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بس قبل ما نبدا عاوز اعرفك يا صديقي عن قناه ومفاجاه حرفيا. دي قناه صاحبي ارثر، لسه بادئ جديد وناوي بجد على دمار وعظمه من الاخر. بينزل حكايات ما حدش نزلها قبل كده، صدقني اول مره هتشوفها، وكمان انا بساعده في فيديوهاته، فمتوقع ايه غير انك هتشوف حاجه فوق العظمه حبتين. فعاوزين دلوقتي نولع قناه اشتراكات وكومنتات في كل حته، وهسيب لكم الرابط بتاعها في الوصف والكومنت المثبت، وصدقني مش هتندم. وهيا بنا نبدا في سرد احداث الحكايه. أكاديمية كيمبر السحرية، تلك الأكاديمية المرموقة والمشهورة بجودة التعليم بداخلها. فعلى الرغم من عدد الطلاب الهائل اللي بينضم ليها كل سنة واللي يقدر بمئات الآلاف، بيتخرج منهم بس حوالي 20%، لكن الباقي فهم على عكس المتوقع والغريب بصراحة مش بيرسبوا كما في عالمنا البشري كده، لا دول بيموتوا، والأسباب اللي اتقدمت كانت سطحية جدا ومفيش تفسير حقيقي للي بيحصل هناك. محدش عارف إذا كانت في جرائم بتحصل جوه أو إيه بالظبط. كل اللي منتشر حاليا هو اشاعات يقال ان هذه الفئه الكبيره من الطلاب اصيبوا بالاستنزاف السحري، ده السبب اللي بيقولوه للاهالي. لكن هناك سبب اخر، سر خفي وراء كل اللي بيحصل ده، ومحدش لحد دلوقتي قدر يكتشفه، وخصوصا ان مفيش حد من الخريجيين بيرضى يتكلم او يفتح بقه باي حاجه. ما هذا العالم يا ترى؟ وما هو سبب انضمام بطلنا لتلك الاكاديميه مره اخرى؟ هل حقا من اجل اكتشاف الحقيقه ام ان هناك دوافع اخرى؟ اهو ده بقى اللي هنعرفه في قصتنا. ده هو أوليفر بطل قصتنا، اللي بخبرته القتالية وذكائه المرعب سيتمكن من كشف ذلك اللغز الذي حرم أكثر من 800 مليون طالب وطالبة من أبسط ما يملكون، وهو الحرية. أهلا بكل جيش الظلام العظيم، أرض كيمبر ترحب بكم. في الوقت ده الوردة دي بتكلم أوليفر بس ولا بيعبرها حتى، والوردة بتشبه عليه وبتكون فاكرة الطالب كريس مارت من السنة الماضية، بتحاول تجر كلام معاه. بس في الوقت ده أوليفر بيشوف البنت الساموراي دي، الولد بيتصدم، معقولة تكون هي؟ بس هي مين؟ أوليفر حاسس انه يعرفها، وشكل كده الأسرار والغموض هيبدأ من أولها. وبعدها كل الطلاب رايحين للقاعة الرئيسية، وهناك بيشوفوا العرض ده طلاب السنة التانية ماشيين بوحوشهم السحرية، وكل الطلاب بينبهروا. ولكن في الوقت ده واحدة بتشوف وحش من الوحوش القوية، العفريت الأسود، وكانوا بيعذبوه حرفيا وبيستعرضوا بيه في العرض. فوقتها البنت دي ما بيعجبهاش الوضع، وبتقول ايه التهريج ده؟ ازاي تعاملوا معاه كده؟ هو مش كائن حي زي اي كائن؟ المفروض يعاملوه باسلوب احسن من كده. زمايلها بيقولوا لها هدي نفسك كده، ده وحش مش حاجه يعني. كلهم قالوا كده الا اوليفر اللي كان حاسس ان في كارثه تحصل دلوقتي. وفجاه بيطلع صوت بيقول لها ما دام هو صعبان عليكي قوي كده ليه ما تروحيش تنقذيه؟ ولا اقول لك التوصيل عليا انا. الصوت ده ما حدش سمعه غيرها. وفجاه واحده بتطلق سحر عليها، والبنت رجلها بتتحرك لوحدها تجاه الوحش بسرعه كبيره جدا. كلهم بيقولوا مين المجنونه دي؟ ايه اللي بتعمله ده؟ شكلها تودي نفسها في داهيه. بينادوا عليها وبيزعقوا اقفي بسرعه، بس البنت مش قادره توقف نفسها، والصدمه ان الوحش خرج عن السيطره وقاعد يقتل في الوحوش. البنت وقتها كانت متجهه ناحيته بسرعه كبيره جدا، واوليفر وواحد معاه بيجروا عليها بسرعه، بس خلاص مش يلحقوها. وفجاه السحر اللي عليها بيختفي وبتقع، والوحش بيهجم عليها وخلاص يقتلها. اقف مكانك. في اللحظه الاخيره بتظهر البنت الساموراي وبتوقفه وبتخرج سيفها. فواحده تانيه بتقول مش معقوله دي هتقتله، وبتهجم على الوحش وبتصيبه بس من غير اي فايده. وكلهم مصدومين، ده ما بيصناش حتى، وبيكونوا هجومه تاني. بس اوليفر بيقول لهم لا، مهما هجمتوا عليه مش هيأثر فيه، انا عندي خطه بتقدروا تستخدموا سحر الرياح. فبيقولوا له ايوه. فبيقول لهم اذا جمعوا كل قوتكم ولما اديكم الاشاره اطلقوا في المكان اللي هشاور عليه. فالبنت بتقول له بس الرياح مش هتعمل حاجه. فبيقول لها مالكيش دعوه، انا عارف بعمل ايه كويس. فبيسمعوا كلامه وبالفعل بيجمعوا قوتهم وبتكون قوه كبيره. والان بيجي دور اوليفر وبيخرج قوته وبيطلقها على الرياح. فجاه بيظهر تنين مرعب جدا، قوه هائله بترعب الوحش وكل الموجودين.
موجودين. اوليفر بيقول يلا هربوا كلكم، بس في اللحظه دي البنت السمراء بتنط عليه جدا ولون شعرها بيتغير. اوليفر بيتصدم، مش معقوله الهاله دي. ايوه البنت دي قويه جدا وجايه الاكاديميه لسبب تاني زيي. البنت بتسيب الوحش بضربه قويه جدا وبيقع مرمي في الارض، وبعدها البنت بتروح تشكرهم على مساعدتها، وبعدها بيروح للقاعه الرئيسيه وبتتكلم معاهم مديره الاكاديميه وبتعتذر عن الحادثه اللي حصلت من شويه، بس بتقول خدوا بالكم ده اقل حاجه هتشوفوها هنا من دلوقتي، ان ما قدرش كل واحد فيكم يحمي نفسه فمصيره الهلاك حتما. بتكمل المديره كلامها وبتعرفهم على الاكاديميه اكتر وعن عدد السنوات الدراسه واللي هم 7 سنين. بتختم كلامها قائله حتى لو تخطيتوا كل العقبات اللي هتقابلكم فهنالك كارثه تنتظر كل منكم عند استدعاء وحوشكم الاسطوريه، فعدد قليل جدا منكم اللي هيقدر يسيطر عليها، اما مصير الباقي فهو الدمار الابدي. يا نهار ابيض. وبعدها المديره اسميرالدا بتخلص كلامها وفجاه بتنقلهم لقاعه الطعام. وتعالى بقى يا صديقي اعرفك على الشباب. البنت ام شعر اصفر دي تبقى ميشا ماكفارلين، الابنه الكبرى لعائله ماكفارلين احد اكبر عائلات المملكه. بنت مجتهده وتقدر تقول بص فرفوشه وشقيه كده. والبنت الطيبه اللي بتحب الحيوانات دي تبقى كاتي التوا. والواد ابو شعر احمر ده يبقى جاي، فارس شجاع جدا يسد معاك في اي حركه يا صديقي. والهادي ابو شعر فضي ده والمحب للقراءه يدعى بيت ريستون. اما بقى بطلنا اوليفر هورن عيلته تعد اذكى عيله بتستخدم السحر والقوه الخارقه، قدراتهم رهيبه بالمعنى الحرفي، وعنده اخوين واللي في الحقيقه اولاد عمه وكمان طلاب في اكاديميه كيمبر معاهم. فميشا بتقول له انا استغربت برضه لما شفت تعويذه تنين الرياح اول مره اشوفها. فبيقول لها ايوه ما انا بقدر ابتكر التعويذ. واخيرا بنيجي للساموراي اللي اسمها هيبيا ماتسوراجي واسم الدلع ناناو. وجيت هنا بحاجه غريبه قوي بصراحه، كنت في قتال وعلى وشك ان اموت بس ظهر مقاتل قوي جدا وانقذني وكان اسمه ماكفارلين وهو اللي دعاني هنا، وبيكون ده هو ابو ميشا. وبيمر الوقت وبعد ما بيخلصوا اكل بيتقسموا في السكن، ولسوء الحظ اوليفر اللي بيسمع بيته في نفس الغرفه وبيت بينام. اوليفر بدا يفكر في اللي لازم يعمله بكره بس بيروح في النوم وبيخلص اليوم على كده. وفي اليوم اللي بعده اوليفر بينزل بدري قبل طلوع الشمس وبيكون ماشي. مالك صاحي بدري يعني؟ كنت باخد بص على الاكاديميه والاجواء لسه هاديه. انت مين بالظبط؟ فبتقول له ما تقلقش انا عميله سريه بعتني السيد جوين وطلب مني ان اراقبك لحد ما تتعود على الوضع هنا. وبيكون جوين ده اخو اوليفر. فبيقول لها مش مستاهله يعني. فبتقول له قلقان عليك مش اكتر. فبيقول لها لا انا ما يتقلقش عليا. بيقول لها اسمك ايه بقى؟ فبتقول له انا تيريسا كارستي، وقت ما تحتاجني استدعيني بس وهتلاقيني قدامك. فبيضحك وبيكمل مشي. شكل الغموض والاسرار هيبدا من اولها يا صديقي، فركز معايا كده عشان شكل الاحداث هتولع من اولها. وبعدها بتبدا اولى الحصص في الاكاديميه والمدرس بيكون هو المبارز الشهير لونار. بيشرح لهم اساسيات المبارزه وبيسالهم هل في حد يقدر يكمل شرح؟ فبيت بيرفع ايده وبيشرح فعلا. وفي اللحظه دي اوليفر بياخد باله من شله كده قاعدين يتريقوا على بيت، بس بيت بيفاجئ الكل وبيشرح فعلا بشكل ممتاز جدا. وبعدها المعلم بيقول طب عاوزين دلوقتي نعمل مبارزه تجربه عمليه، فناناو بتتطوع. وفي اللحظه دي بيجي واحد وبيتحدى هيبيا في المبارزه، ريتشاردو جيليبرتو، واسم اللقب اندروز، واحد من متنمرين الاكاديميه وهدفه هو اذلال واحتقار من هم اقل منه شأنا. اوليفر كان عارف كده فبيقول له لا يابا انا اللي هواجه ناناو. فاندروس طبعا ما بيعجبوش الكلام وكان هيتخانق مع اوليفر، بس بتتدخل ميشا وبتقول لابن جليبرت تعالى لي يلا انا بتحداك في نزال، هتقدر ولا اقول لك احسن لك انسحب؟ انت شكلك خايف. الواد فعلا عارف قد ايه هي جامده وقدراتها مش محدوده، فبيهدي نفسه كده وبينسحب واحده واحده. والمعلم بيقول اذا ناناو ضد اوليفر. فناناو بتقول له اوعى تكون فاكر انك عشان صاحبي هتسهل معاك، لا تبقى غلطان، صدقني في ارض المعركه ما برحمش. اوبا. وبعدها المعلم بيفعل عليهم تعويذه حمايه عشان ما حدش يأذي التاني وبيستعدوا. اوليفر بيقول لنفسه ناناو مبتدئ في السحر فانا هقاتل بكل هدوء واخلص النزال ده، ولكن اول ما بترفع سيفها كانت الصدمه. اوليفر بيقول لا مش هقدر اصمد قدامها كده. شعرها بيتحول وبيخرج منها هاله جباره جدا. البنت بتنطلق عليه بكل شراسه فبيفعل سحر تحتها وبيبعدها وبيهجم عليها بسرعه بس بوم بتنقض عليه بقوه هائله. واوليفر بيبعدها بالعافيه. لا على الوضع ده مش هقدر اصمد قدامها، اذا لازم اقاتل بجد. وبينقض عليه بقوه مرعبه جدا بتزلزل الارض كلها وبتبلش ضربات سريعه وقويه جدا وكل اللي موجودين في حاله صدمه. الاثنين دول متوحشين حرفيا. واوليفر بيقول انا متاكد البنت دي قتلت عشرات لا بل مئات او الاف الناس، بس الغريب اني حاسس اني قابلتها قبل كده. وبيهجموا على بعض بهجمات قويه جدا، بس في اللحظه دي ناناو عيونه بتنزل دموع وبتحس بحاجه غريبه في قتالهم ده.
عليها وبتكون زعلانه جدا من كم الارواح اللي اراقت دمائهم. فاوليفر بيقول اذا هقتلك بقوتي الحقيقيه عشان تنسي المك ده. فناناو بتشكره وبيستعدوا وبتنطلق منهم هاله جباره جدا وبيهجموا على بعض. وقفوا نزلوا سيفكم. المعلم النار ادرك انهم هيقتلوا بعض وبيقول انتوا اغبياء، قوتكم تخطت كل الحدود ودمرتوا تعويذه الحمايه اللي كنت عاملها. صدمتهم بكل المقاييس، كل الموجودين في حاله ذهول. وميشا بتقول لريتشارد اندروز قول لي بقى يا فالح كم عدد الهجمات اللي كنت هتقدر تتفاداها لو كنت قتلت ناناو. فبيغضب جدا وبيردش ما اكيد عشان كان زمانه معمول شاورما دلوقتي. وبعدها اوليفر بيمشي ومتضايق جدا وناناو بتروح وراه بسرعه وبتقول له انا فرحانه جدا يا اوليفر، اول مره الاقي مقاتل يصمد قدام سيفي بالقوه الهائله بتاعتك دي. وبتطلب منه انهم يتبرزوا تاني بس اوليفر غاضب جدا وبيزعق لها انا مش هقتلك تاني ابدا. فبتقول له ليه؟ فبيقول لها عشان مش عاوز اقتلك وبيسيبها وبيمشي. فبتزعل جدا وبتعيط. دي شكلها تقلب مدعكه من اولها يا صديقي. واحب اوضح لك بس سبب رفض اوليفر قتالها، وهو انها عشان قويه جدا وعندها هاله مرعبه. واوليفر لسبب ما مش عاوز يخلق قوته الحقيقيه، بس لو قتلها فهيضطر انه يعمل كده. وفي الحاله دي سلم لي على الشهد اللي معاك، حرفيا هتقلب مجزره. وبعدها بيمر الوقت وبيحضروا الحصه اللي بعدها وبيعدي الوقت وبيخلصوا. وبعدها بتدخل لهم مدرسه الاحياء فانسيا وبتقول لهم بسم الله الرحمن الرحيم كده عندكم امتحان النهارده، قدامكم 5 يرقات، مطلوب منكم تحاولوا تحوطوا اكبر عدد منهم بالسحر بدون ما تتحول للون الاسود. العيال كلها كانت على الله خالص، بس ميشا كده كده ذكيه وبتنجح في ال4 الاوائل بالفعل، لكن ال5 بتفشل فيها واغلب الطلاب بينجحوا في الاختبار. اما كاتي بقى فماشيه بالراحه خالص. وميشا بتقول لاوليفر بقالها كتير قوي ولسه ما خلصتش. فبيقول لها عشان هدفها مختلف تماما عننا، هي مش فارق معاها الدرجات، هي عاوزه بس تنقذ اليرقات مش اكتر. وفي اللحظه دي بتفشل والشراكه بتتحول للون الاسود وبتتحول كمان لحشره مفترسه وبتهاجمها. فاوليفر وميشا بيتحركوا بسرعه وبيقتلوها. فالمعلمه فانسيا بتشوفهم وبتقول ده غش وبتخصم من كل واحد درجتين وبتطردهم من الفصل. وكاتي زعلانه وبتعتذر منهم وبيتضح ان سبب اهتمامها بالحيوانات او كده هو تربيه عيلتها لجميع انواع الوحوش والحيوانات، بدايه من القطط والكلاب وحتى انصاف البشر والمستذئبين. فاوليفر بيقوم بيفتح الباب وبيقول لها اطمني انت مش لوحدك، احنا معاكي كلنا. البنت بتتاثر فعلا من كلامهم وكم انت رائع يا اوليفر والله. وبعدها اوليفر بيكون ماشي وفي اللحظه دي واحده بتتكلم وبتقول له شكل كده يومك الاول كان صعب. فبيقول لها انت بتسخري مني. فبتقول له ما اقدرش طبعا اسخر منك، بس المهم انا رايحه للسيد جوين ومش هكون موجوده الفتره حواليك. وبتختفي. وبعدها اوليفر بيروح مع بقيه صحابه وبياكلوا وبيت بيفتكر حاجه مهمه وبيقول لهم الكتاب بتاعي نسيته في الفصل لازم اروح اجيبه حالا. فاوليفر وميشا بيقولوا له استنى احنا هنروح معاك. فبيقول لهم مش مستاهله يعني، بس بيروحوا وبيقولوا له اكاديميه كيمبر تحتها مغارات مرعبه جدا، وعند حلول الليل المغاره بتبتلع الاكاديميه وبيكون الوضع مرعب جدا واحنا لسه ما عندناش القوه الكافيه اللي تمكننا اننا ننجو في الوضع ده. وبعدها بيلاقوا الكتاب وبيكونوا راجعين، بس في اللحظه دي الساعه بتضوء 12 وده معناه ان حمايه الاكاديميه اتفعلت. وبيفتحوا الباب لسه وكانت الصدمه الباب مسدود وفجاه بيلاقوا نفسهم في المغاره. فاوليفر بيقول لهم ما تخافوش اكيد المعلمين عاملين حسابهم وهيجوا. بس في اللحظه دي بتظهر واحده اول الفرائس الجديده وشكل كده ان معاكم واحد هيسليني قوي. فاوليفر بيقول لها انت من الصفوف العليا مش كده؟ فبتقول له ايوه انا اوليفيا سالفرودي طالبه السنه الرابعه. وبيكون معاه واحد وحرفيا مع الذباب ابشع الطرق. فاوليفر اول ما بيسمع اسمها بيتصدم. سمعتك سابقاكي يا اوليفيا. البت دي بقى واحده من الطلاب المتميزين في علم التهجين وقوتها هي الاغواء وحرفيا خطيره لابعد درجه وبتطلق سحرها وبتكون هتوقع بيت في الوهم بس مش بتلحقه وبتكتم نفسه. واوليفر واقف وما بيتاثرش. فبتقول له شكلك كده هتتعبني معاك. وبيجروا بسرعه بس في اللحظه دي بتكون جدار من العظام قدامهم. على فين كده يا شباب؟ وده بقى سايروس طالب السنه ال5 وخطير جدا هو كمان. واوليفيا بتحاصرهم مش عيب كده تسيبوني وتجروا؟ هو دخول الحمام زي يخرجوا ولا ايه؟ دول مزنوقين بين 2 من اخطر طلاب الصفوف العليا. دي شكلها تبقى مجزره تسيل فيها الكثير من الدماء. وفي الوقت ده بيت كان يمسك سيفه بس اوليفر بيهديه اعال كده وخليها تعدي على خير. وتلميذ السنه ال5 سايروس بينادي على اوليفيا وبيقول لها مالك كده بتستقوى على شويه عيال ضعفاء. فالبنت ساعتها بتتعصب وبتقول له طب ما توريني انت اخرك. فبيظهر وحش مرعب جدا وهي كمان بتطلق قوتها وبتستدعي وحشها واللي شكله خطير جدا. الاتنين بيدخلوا على بعض وشكلها كده هتقلب مجزره. فاوليفر بياخدهم وبيجروا بس سايروس بيوقفهم. وفي اللحظه دي بتيجي ناناو وبتقول لهم ما تخافوش وبتكسر الحاجز وبتقول
لهم سيبوا لي الحوار ده انا هعطلهم وانتوا هربوا. وبتقول اخر كلامها كل ما في الموضوع ان في حد لازم يموت، وبتنطلق بسرعه. فاوليفر بيغضب جدا وبيروح وراها، بس في اللحظه الاخيره واحد بيطلق لها مرعب جدا بيدمر الوحوش في لمح البصر، وبيوقف القتال وبيقول لهم ما تقلقوش مش هيقدروا يأذوكوا. وبيعرف عن نفسه انا ألفين رئيس مجلس طلبة كيمبر، وكمان بتيجي مشرفة ورئيس الطلاب السنة الخامسة. وبعدها على طول سايروس بينسحب هو واوليفيا، وبعدها اوليفر واصحابه بيخرجوا. اوليفر بيمسك نانو وبيزعق لها انت مجنونة، ايه اللي عملتيه هناك ده؟ انت غبية، انت كنت داخلة تموتي مش كده؟ للدرجة دي انت يائسة؟ للدرجة دي عاوزة تنهي حياتك؟ بس ميشا بتهديه وبتقول له تعالى نقعد في مكان تاني ونتكلم. ونانو بتبدأ تتكلم وبتقول اوليفر عنده حق، انا فعلا فقدت الرغبة في الحياة، فقدت الرغبة في العيش، المغامرة وكل حاجة حلوة. والشعور ده مش من قريب، من فترة طويلة وانا بفكر في الموضوع ده، بسأل نفسي الأسئلة دي، هو انا بجد انسانة؟ اما زال قلبي حقا على قيد الحياة؟ انا قتلت ناس كتير جدا وسفكت دمائهم. البنت فعلا محطمة وشكلها عانت كتير جدا في حياتها، وهي كمان بتنحدر من عيلة من اقوى محاربي الساموراي. وزي ما شفنا قبل كده في قتالها مع اوليفر ادرك ان يدها ملطخة بالدماء، وكانت حرفيا بتسفك دماء اي حد يقابلها لحد ما قتلت ابن زعيم العشيرة. وقبل ما الحراس يقتلوها اتدخل ابو ميشا وقال لهم ابعدوا عنها، البنت دي موهوبة وخسارة تموت في مكان زي ده. وعرض عليها انها تنضم لاكاديمية كيمبر ووافقت فعلا، وبعدها بسنة دخلت للاكاديمية. ودي قصتها باختصار. ولما شافت قوة اوليفر فرحت جدا وقالت اخيرا هو ده اللي لو قتلته هقدر اخرج كل الحزن اللي في قلبي. ولما رفضت قتالي وبعدت عني ساعتها حسيت اني بغرق في الظلام وعاوز اخلص من حياتي، وده عشان انا حبيتك وحبيت سيفك يا اوليفر. هنا ساسكت قليلا. فميشا بتقول لها بس المهم مش هنخليكم تقتلوا وتقتلوا بعضكم، فلازم تلاقي طريقة مختلفة تعيشي بيها، وما تلاقيش فاحنا كلنا معاكي وهنساعدك. فنانو بتفرح جدا وبتعتذر منهم، وكلهم بيفرحوا وبيهزروا مع بعض. وميشا بتقول لنفسها في يوم من الايام عند تقابل سيفهم مرة اخرى هيدركوا انهم مقدرين لبعض. اوبا شكلنا كده سنشهد ثنائي عظيم جدا، الساموراي الفتاكة ناناو والبطل العبقري اوليفر. وبيجي اليوم اللي بعده وناناو حالها بيتحسن جدا، وبتمشي جنب اوليفر وبيروحوا يحضروا حصة الاستاذ لونار. والطالب ده بيرفع ايده عندي سؤال، ممكن حضرتك تشرح حتة تعويذة السيف مرة تانية؟ لونار بيقول كنت متوقع ان حاجة زي دي هتحصل، ففي النهاية انتوا لسه شباب وفضولكوا عالي للغاية. بيبدأ في الشرح فعلا، والمرة دي بيغوص في التفاصيل. نبدأ بالتعريف، وده عبارة عن فن من الفنون القتالية بتعتمد فيه الهجوم على السلاح ومسافة صغيرين. بالطريقة دي نقدر نقتل خصومنا بدون ولا غلطة، ومهما كان الخصم اللي قدامنا قوي وجامد او حتى من عتاولة العالم، فقدام الاسلوب ده فهو هالك لا محالة. عشان كده محدش يقدر يتعلم الفن ده بسهولة، وحتى لو حد دماغه وزته وتعلمه في الخفاء هتتحط عليه عقوبة كبيرة او ممكن تنهي حياته بالاعدام. شكل المهارة دي خطيرة جدا يا جدعان. والظاهر كده ان لونار متقن للاسلوب ده، وبيقول لهم يلا خلاص الحصة خلصت النهاردة. والكلام بيثير اهتمام ناناو، وبتسأل اوليفر عن لو كان يعرف حاجة عن المهارة دي، فبيقول لها انا كنت اسمع عنها قبل كده. وفي اللحظة دي بيقطع كلامهم اندروز وبيقعد يرخم على اوليفر، بس بتيجي ميشا وبتقول له احسن لك بلاش تقاتل ده بالذات. فبيقول لها خليكي في حالك انت بس، وخلينا نقاتل راجل لراجل، ولا انت شايل السيف ده للزينة بس؟ فاوليفر بيوافق وبيكون رايح معاه، بس ناناو بتقول له انت عاوز تخسر نفسك قصد مش كده عشان تخلص من الزن بتاعه ده؟ بس لا انا مش عاوز اشوفك بتخسر حتى لو قاصد. دي شكلها واقعه في حب اوليفر على الاخر. واندروس بيغضب جدا وبيقول معنى ايه الكلام ده؟ انتوا كده بتستهزئوا بيا. ولسه هيمسك فيه بس الاستاذ لونار بيرجع وبيزعق وبيسكتهم كلهم. وبعدها بيمر الوقت، وفي تلك الاثناء المجنونه كاتي بتروح للمسبح، وده لانهم هيقتلوا العفريت الاسود بتاع المهرجان. بس كاتي بتقف قدام واحد من كبار المعلمين فبيسالها عن اسمها، ولما بيعرف انها من عيله التوا بيقول انا بشفق عليكم والله لانك اتولدت في عيله الاغبياء دول، عيله الحسالة اللي بيعطفوا على كل انواع سواء كانوا الف او بشر او حتى كائنات وحشيه زي العفاريت دي. فكانت بتغضب وبتقول له ما تهينش عيلتي. فبيضحك وبيقول لها انا المسؤول هنا وكلامي هو اللي هيتنفذ، العفريت ده هيموت يعني هيموت. البنت بترجاه يسيبه وهي هتضمن انه مش هيأذي حد، فبيقول لها مفيش حاجه اسمها كده وبيسيبها بصاعقه قويه جدا. بس في اللحظه دي بيجي اوليفر
والباقي وبيكونوا لسه يقتلوه. بس بتيجي طالبة السنة الرابعة فيري ميليجان، واحدة من أهم طلاب الأكاديمية، وبتقول له رئيس قسم الإعدام داريوس، أظنك نسيت إزاي تفرق بين الحيوانات والبشر وكده ولا كده، فأنت مالكش الحق في قتل العفريت ده. وبيجي الأستاذ لونارو وبيقول له كاتي قدمت طلب اعتراض والمديرة بالفعل قبلته، محدش هيقرب من الوحش ده لحد ما نعرف الحقيقة اللي حصل يومها ومين اللي كان ورا الحادثة دي. وبعدها اوليفر واصحابه بيمشوا، وفي اللحظة دي بيظهر طائر وبيرميهم رسالة وبتكون مكتوب فيها تحدي رسمي من أندروز لناناو وأوليفر، نزال حياة أو موت، واحد ضد واحد في ساحة الأكاديمية. صدمة بكل المقاييس، التحدي الرسمي ده يا جدعان ما ينفعش حد يرفضه، فمعنى كده إننا هنشوف مدعكة تسيل فيها الكثير من الدماء. وبيجي اليوم اللي بعده، وهنا ميشا بتقول لاوليفر وناناو هو بجد انتوا هتروحوا النزال؟ فاوليفر بيقول لها ما دام تحدانا بشكل رسمي فما فيش مشكله نروح. وبعدها بيدخلوا الفصل وشويه طلاب قاعدين يتريقوا على كاتي وبيقولوا على طول كده قاعده مع الحيوانات والوحوش مش ناويه تنضف ابدا. فجاي بيكون هيروح لهم بس اوليفر بيوقفه. وفي الوقت ده بتوصل كاتي الفصل، فواحد بيقول لها ايه اللي جابك؟ انت مكانك مع الحيوانات مش هنا، وبيضايقوها اكتر. واحد بيقرب منها وبيكون هيضربها، بس في اللحظه دي اوليفر بيغضب، انفجاره اللهب، اوليفر بيسيب ضربه قويه جدا، وجاي وناناو بيروحوا مع اوليفر وبيدغدغوهم حرفيا، وبعدها بيروحوا للسجن كعقاب للي عملوه. فميشا بتقول لهم طب جاي وناناو هبل وما بيقدروش يتحكموا في مشاعرهم، اما انت يا اوليفر اللي بدأت كمان، وكاتب تشكرهم جدا. فميشا بتقول دلوقتي بقى كل طلاب السنه الاولى بيكرهونا، واكيد اندروز هيستغل ده بكره في النزال. وطبعا انت عارف يا اوليفر ان النزال ده مش هيكون عادل باي شكل من الاشكال. فاوليفر بيقف وبيقول خليهم يورونا يقدروا يعملوا ايه. وبيمر الوقت وبيجي ميعاد النزال وبيروحوا للمكان، واوليفر بيخرج سيفه وبيعزز قوه سيفهم بالقوه السحريه، وبعدها بيدخلوا وبيوصلوا لمكان النزال، وبتكون حلبه ضخمه جدا وكل الطلاب حرفيا موجودين. وقبل ما ميشا والباقي يروحوا للمدرجات اوليفر بيقول لها ركزي يا ميشا واحميهم لو حصل اي حاجه. وقبل ما يبدا النزال بيجي اندروز وبيستعرض قوته قدام وحوش الذئاب، وبيتحرك بسرعه وبيفرتكهم واحد ورا الثاني في لمح البصر. وبعدها بيروح لاوليفر، فاوليفر بيقول له ده ايه مش المفروض اننا جايين لنزال؟ فبيقول له لا، التحدي هيكون ان كل واحد فينا هيقاتل الوحوش ونشوف مين فينا اللي هيقدر يقتل اكتر. فاوليفر بيقول لنفسه ايوه هو محترف في اللعبه دي فعشان كده عاوزنا ننافسه فيها. وفي الوقت ده بيكون في ذئب بيهرب، فواحد بيروح له وبيعذبه بقسوه شديده جدا، فناناو بتغضب وكل الطلبه قاعدين يضحكوا ومستمتعين بتعذيب الوحوش. بس في اللحظه دي ناناو بتصرخ بعلو صوتها كفايه كده، ايه المضحك في ده شويه تغبيه؟ بس كل الطلاب بيرموا عليها زباله. فبتروح لاوليفر وبتقول له يلا يا اوليفر مفيش نزال هنا يستحق اننا نخرج سيوفنا ليه. وبيكونوا ماشيين فعلا، بس في الوقت ده واحد بيكون رايح يخرج الوحش اللي بعده، ولكن عيونه بتكون مرعبه جدا. فالولد بيتصدم وفجاه بيلاقوا الولد مرمي على الارض وجسمه مشوه حرفيا، وكل الطلبه بتصرخ وبوم بيظهر الوحش الجبار ده وبيسفك دمائهم في لمح البصر. وناناو بتقول لاوليفر ده ايه؟ فاوليفر مش مصدق، ده الوحش الاسطوري جارودا. وبيقول لاندروز ايه اللي جاب وحش زي ده هنا؟ فبيكون مرعوب جدا، ما اعرفش ما كنتش اعرف ان في وحش بالرعب ده موجود هنا. وكل الطلبه بيهجموا عليه بس بيتفاداهم بسرعه رهيبه وبيقتل فيهم من غير ذره رحمه، وكل الطلاب بيترعبوا وبقيه الحيوانات بتخرج على السيطره وبيقتلوا في الطلاب، والوحش الاسطوري مكمل وبيفرتك اي حد يقف قدامه حرفيا. فاوليفر بيقول ده وحش اسطوري ما حدش فينا يقدر يقف قدامه، والوحش بيصرخ بعلو صوته وبيظهر كلام مكتوب فوقه وبيوصل لهم رساله جربوا احساس ان تكونوا الفريسه ايها الاوغاد. مش معقول يا جدعان، ده بينتقم للذئاب الضعفاء وبينزل دعك فيهم ومش راعم حد. واندروز بيجي بسرعه كبيره بس الوحش ما بيسيبوش وبيطير وراه وخلاص هيقتله. بس في اللحظه الاخيره ناناو بتتصدى ليه وبتخرج قوتها وبتهجم عليه بسرعه، وكمان الوحش بينطلق عليها بكل شراسه بس بتتصدى لكل هجماته بصعوبه. وجاي مصدوم جدا، لازم نساعد ناناو بسرعه. فميشا بتقول له لا احنا كده هنعيقها مش اكتر، وانا وعدت اوليفر ان احميكم بس ما تقلقوش. فاوليفر موجود معاها تحت، وفي اللحظه دي الوحش بيخرج قوه هائله جدا وبوم بينقض عليها بسرعه جباره وخلاص هيسيبها. بس اوليفر بيبعدها في اللحظه الاخيره، فالوحش بينطلق عليه بس اوليفر بيهجم عليهم هو كمان وخلاص هيسيبه. بس الوحش بيتفاداه وبوم بيصيبه ضربه خطيره ولسه هيسيبه الثانيه، بس ناناو بتوقفه بكل قوتها. فاوليفر بيروح بسرعه عشان يعالج نفسه وبيشوف اندروز قاعد في الارض ومرعوب وبيقول له انتوا ازاي بتقاتلوا كده؟ انتوا مش خايفين؟ فبيقول له حتى لو خايفين لازم نقاتل لاخر نفس. وقبل ما يمشي بيقول له يا ريت تتعلم ازاي تبقى محارب بجد من ناناو. وبيمشي الوحش بيتبادل ضربات كتيره مع ناناو بس اوليفر بيسيبه بنيران قويه جدا. اوليفر بيقول لها مش هنقدر نكمل كده لازم نخلص عليه. فبتقول له ايه الخطه؟ فبيقول لها اعمل لك ثغره وانت استغليها ونقض عليه واقتليه. وبيهجموا بسرعه كبيره جدا والوحش بيكون لسه هيسيب ناناو بس اوليفر بيسيبه ببركه قوي جدا وناناو بتنطلق عليه بس الوحش بيتعالج بسرعه كبيره جدا وبينقض على ناناو وهيقتلها بس اوليفر بيقف قدامه وبيحميها يلا يا ناناو انقض عليه. وبتنقض فعلا بكل شراسه على الوحش وبكل قوتها
بتطير رقبته. يا ولاد اللعيبه، عظمه على عظمه والله. وكل الطلبه مصدومين من قوه اوليفر ونيناو. وبيجي اندروز وبيقول لهم انتوا ازاي بتقتلوا وحش بالرعب ده كده؟ فبيقول له لازم نقاتل عشان نحمي اصدقائنا اللي بنحبهم. وبعدها بيرجعوا المبنى الاكاديميه. وبيجي اليوم اللي بعده، واوليفر بيتكلم مع كاريستي وبتقول له بعد كده لازم افضل جنبك على طول عشان احميك من اي خطر زي اللي ظهر فجاه امبارح ده. فبيقول لها لا ما تشغليش بالك. فبتقول له لازم احميك عشان ما تضطرش تخرج قوتك الحقيقيه وتظهرها بس في الوقت المناسب وعلى الحاجه اللي جاي هنا عشان تعملها. فبيفتكر فجاه مشهد ل5 اشخاص محاصرين وحده وبيقول ايوه عندك حق. يا ترى ايه اللي اوليفر جاي يعمله؟ وشكل في سر كبير قوي وراه. وبعدها بتبدأ الحصة الأولى وبيطلب منهم المعلم داريوس ينفذوا المخططات السحرية. في الأول جاي بيفشل، أوليفر بيروح يلحقه وبعده البنتين دول وأخيرا بيت. أوليفر بيتحرك بسرعة جدا وبينقذهم بكل ذكاء. فالمعلم داريوس بيتفاجئ وبيقول له أنت مين؟ فبيقول له أنا أوليفر هورن. المعلم بيتصدم وبيقول غريبة دي، أنا حاسس إني سمعت الاسم ده قبل كده بس مش فاكر إمتى وفين، بس أوعدك إن أفتكر اسمك وشكلك أنت من الطلاب المميزين. وبعدها بتنتهي الحصة على كده والعيال بيقولوا له مبروك يا عم، الاستاذ داريوس بنفسه اعترف بيك. بس بيجي اندروز وبيحذر اوليفر منه وبيقول المعلم ده بالذات خليك بعيد عنه احسن لك. فحاليا في اشاعات منتشره عن استغلال الطلبه الموهوبين وبينسب انجازاتهم لنفسه، وعلى ما يبدو كده فهتتلقى منه دعوه قريب جدا يا اوليفر. وبعدها اوليفر واصحابه بيروحوا يتكلموا مع البنت دي واللي بتعترف لهم انها كانت السبب في اللي حصل لكاتي في اول يوم، وبتقول لهم انها رمت التعويذه دي هزار مش اكتر. فالعيال بيتعصبوا جدا، هزار دي كانت هتموت. بس في الاخر بيتفهموها، بس مع ذلك شاكين فيها. وبعدها كاتي بتسيبهم عشان تروح تاكل العفريت وبتساله عن اللي حصل يومها وبتتمنى لو انه يستطيع الكلام. العفريت بص لها كده وكانت الصدمه. بيتكلم وبيقول لها ما تجيش هنا تاني، اياكي تعملي كده تاني. فالشخص ده مرعب جدا. كاتي بتتصدم يوصل بالكلام ده. وفي الوقت ده من بعيد كانت بتراقبهم فيري ميليجان وبتضحك ضحكه شريره جدا. ايوه كنت عارفه انك المفتاح يا كاتي. ايه الرعب ده يا جدعان؟ مفتاح ايه؟ والبنت دي بتبص كده ليه؟ ومن الناحيه التانيه كان اوليفر ونيناو بيتمرنوا سوا في الساحه ودماغهم رايقه على الاخر ومش دريانين باللي بيحصل لكاتي دلوقتي. بس فجاه بتيجي في بال اوليفر فكره لما نيناو قالت له مش عارفه العفريت ده كان بيهرب من ايه يومها. فبيقول لها ايه؟ قلت ايه؟ فبتقول له ما اعرفش كان بيهرب من ايه. فبيقول لها اذا يمكن عندك حق، الوحش ده ما كانش خارج عن السيطره وبيهجم على الناس، لا ده كان بيهرب خوفا من حاجه. فبتقول له بس هو ايه الفرق؟ فبيقول لها لا ده الفرق كبير قوي، يعني في حد كان قاصد يعمل كده. وبيزعق يلا بسرعه لازم نروح لكاتي. وبيروح فعلا بس البنت مش موجوده والعفريت بيتكلم للاسف خدتها. العيال بيتصدموا وبيجروا بسرعه على المغاره. اوليفر بيقول انا سمعت قبل كده ان في تجارب وابحاث محرمه اتعملت عليه من فتره، ولما شفناه في المهرجان في بدايه السنه الدراسيه كان بيحاول يهرب منهم. وفي الوقت ده بيوصلوا المكان. اوليفر بيقول لنيناو ما ينفعش نتعمق اكتر من كده. بس فجاه بتظهر قوه غريبه جدا وبتحوطهم بالكامل وبيغمى عليهم وبيمر الوقت وبيفوقوا في مكان غريب جدا. وواحده بتتكلم كنت متوقع انكم هتيجوا لهنا. اوليفر بيقول اذا طلعت انتي؟ ايوه دي ميليجان يا جدعان، اهلا بيكم في المعمل بتاعي. وبتقول بس قوتكم فقط توقعاتي بصراحه، ما كنتش متخيل انكم تقدروا تهزموا الوحش الاسطوري جاردا ده، حتى انا قعدت سنين على ما اخضعته تحت سيطرتي. يعني هي كمان اللي كانت ورا ظهور الوحش الاسطوري ده. وفي اللحظه دي نيناو بتشوف كاتي مغمى عليها. فميليجان بتقول لهم لا ما تقلقوش، ده انا بس هعمل شويه حاجات بسيطه كده، ده انا حتى بحثي كان متوقف لفتره طويله. ومين كان يتوقع ان البنت دي هي اللي قدرت تحييه من تاني وتظهر قدره العفريت الاسود على الكلام. وبتجيب المشرط والمقص وادواتها كلها وبتقول لاوليفر هبص بصه بس على اللي جوه دماغها وانا متمرسه في الموضوع ده، حتى بص وبتكون هتشرح دماغها خلاص. بس نيناو بتغضب جدا وبتنطلق عليها بس اوليفر بيزعق لا ارجعي. وفي تلك اللحظه ميليجان بتظهر عليها بتسيب نيناو بقوه جباره جدا وجسمها بيكون هيتحول لحجر. مستحيل يا جدعان، دي خلاص تكون نهايتها. بس لا والله مش، والمعلم اوليفر موجود. في ثانيه اوليفر بيعكس تعويذتها وبيقدر يفكها وبيقول لنيناو ما تتهوريش، لازم نقاتل بحذر شديد، البت دي خطر لأبعد درجه، وده لانها تبقى بنت العالم الكبير جيمس وقوه عينها مرعبه جدا. وبعدها بينقضوا عليها بسرعه. اوليفر بيهجم عليها بس بتفضل هجومه ونيناو بتهجم وتتبادل معاها ضربات قويه جدا. وميليجان بتقول انت فعلا سريعه زي ما بيقولوا، بس كل ده في الفاضي. فجاه بتوقعها وخلاص تقضي عليها بس في اللحظه الاخيره اوليفر بيبعدها. اوليفر بيقول لنفسه مش
معقوله، دي بتواجه سيف نينو بسهوله جدا، فلازم اهجم انا. وبينقض عليها بكون قوي جدا وبتعويذ متعدده، وميليجان بتتفاجئ ونينو بتهجم عليها كمان، بس ميليجان بتصد ليها برضه وبتطلق صواعق كهربائيه قويه جدا، بس اوليفر بيهجم وبيوقفها، ونينو بتنقض عليها بس بتقع في الفخ، وميليجان بتهجم باللهب. نينو. ولكن كانت المفاجأة، نينو بتنقض عليها من وسط النيران، فميليجان بتبعد وبتهجم عليها برياح قوية جدا، وهنا كانت الصدمة الكبرى. نينو بتحرك الرياح بسيفها وبتبعدها. صدمتهم بكل المقاييس. ميليجان بتقول انت عملتها زي دي. اوليفر مصدوم وبيقول نينو ذات نفسها مش عارفة هي عملت كده ازاي. وميليجان بترفع سيفها وبتطلق عليهم نيران جبارة جدا، بس اوليفر بيجري على نينو. اطلقي يا نينو، وبيتصدى ميليجان بقوة هائلة جدا. اوليفر بيقول لنينو عندي خطة، انطلقي معايا ونط على الترابيزة اللي هناك دي ويسيب الباقي عليا. وبينطلقوا فعلا، ونينو اول ما بتنط بتندفع بسرعه عاليه جدا بسبب تعويذه اوليفر. اوليفر بيهجم على ميليجان بضربات كتير عشان يشتتها، وفجاه بتظهر نينو ورا ميليجان، وخلاص دي نهايتك يا ميليجان. بس ميليجان بتضحك وبتكون بتحرك ايدها الشمال. اوليفر مصدوم، معقوله؟ وكانت الصدمه دي عندها عين ثالثه في ايدها يا جدعان. بس هل خلاص كده هتقضي على نينو؟ لا والله. ففي تلك اللحظه حدثت المعجزه. نينو بتنقض بسرعه تخطت حاجز الزمكان وانطلقت بنصل سيفها بين الابعاد. ايدها بتتقطع في لحظة اعجازية بالمعنى الحرفي، وميليجان بتترمى في الارض وهي مش فاهمة اي حاجة، ولا حتى نينو عارفة هي عملت ايه. ولكن اوليفر هو اللي كان عارف كويس اللي حصل، وبيقول لنفسه ايون زي ما توقعت، نينو مش عارفة هي عملت ايه، بس كل اللي هي عملته انها قطعت حاجز الزمكان بينها وبين ميليجان، فلم يعد للزمن والسرعة اي لازمة امام نصلها. بلا شك نينو استخدمت فن السيف. بل وكمان اوليفر بيقول والفن ده لا يطابق اي من الفنون الستة المعروفة، بمعنى ادق نينو صاحبة الفن السابع. اوبا ده شكلها تولع يا جدعان. بس الغريب ازاي اوليفر ابن اللعيبة عارف كل ده وكأنه عارف كل اساليب فن السيف. وبيمر الوقت وكاتي بتفوق، واول حاجة بتسأل عليها هي العفريت الاسود وان كان هيجرى له حاجة، بس هم طمنوها بانه هيفضل عايش لانه العينة الوحيدة الناجحة من كل التجارب دي. فكاتي بتفرح جدا بالخبر ده، وبتمر الايام وبيعدي اسبوع، وفي الوقت ده وهم قاعدين بيجي الاستاذ داريوس وبيقول لاوليفر تعالى معايا حالا ودلوقتي. اوليفر مش فاهم حاجه بس بيروح، وداريوس بياخده معاه للدماس وبيحكي له عن تلميذه المفضل اللي مات، وهو بيكتشف نوع جديد من انواع السحر، وبيوصل له عند البوابه السحريه اللي بيخرج منها الوحوش. اوليفر بيقول له انت كنت عارف الحقيقه مش كده؟ طب هتستفاد ايه من دعمك لميليجان في بحثها؟ فبيقول له عجبني ذكائك قوي يا اوليفر، اما بالنسبه لسبب دعم الميليجان في بحثها فهو اني عاوز انهي الغباء من العالم ده باكمله، فمنذ فجر التاريخ والنسبه بالاغبياء والاذكياء هي 99 لواحد. فاوليفر بيقول له اذا كنت عاوز تعمل التجارب دي على البشر؟ فبيقول له بالظبط هو ده هدفي، وانت اكيد تقدر تتخيل مدى احباطي دلوقتي. كل حاجه اتكشفت والغبيه ميليجان هتتكلم قريب، عشان كده لازم اقتلها. فاوليفر بيقول له طب انت عاوز مني ايه؟ فبيقول له انت عاجبني من زمان، عاجبني دماغك العبقريه دي. فبكل بساطه هتكون تابع المخلص، هتكون مساعد العبقري اللي يخلص البشر من غبائهم، واللي زيك اوليفر كده كده احسن حاجه يقدروا يعملوها هو انهم يبقوا مساعدين للعظماء اللي زيي. فاوليفر بيقول له هعتبر اني ما سمعتش حاجه من اللي قلتها دي، وخليني اسالك سؤال اخير. فبيقول له اسال. فاوليفر بيقول في ليله 17 يوليو سنه 2015 كنت فين وبتعمل ايه؟ داريوس بيتصدم وبيقول شكلك وراك حوار كبير، بس غلطت اكبر غلطه في حياتك لما سالت السؤال ده. قول لي تعرف لحد فين؟ فاوليفر بيقول له اتكلم وجاوب على سؤالي، فانا هنا اللي بسالك يا داريوس جرينفلي. فبيقول له اذا كنت بتستهدفني من الاول؟ انا مستغرب بصراحه ان في قرايب للست دي. فاوليفر بيقول له بس انا عاوز بشكرك على كونك زي ما انت يا داريوس اللي طالما كرهته على مدار ال7 سنين اللي فاتوا. وبيمسك سيفه. يلا نبدا. فداريوس بيمسح سيفه وبيزعق ما تفكرش انك هتطلع من هنا عايش، وبينقضوا على بعض بسرعه مرعبه جدا. داريوس بيطير رقبه اوليفر. معقول اوليفر مات؟ بس لا والله، اوليفر في بعد زمن تاني وبيشوف كل الاحتمالات الممكنه، وبيقول حتى لو قررت الهجوم 10,000 مره داريوس هيقدر يقضي عليا. وبيقول اذا ما قداميش غير خيار واحد، ايوه هي دي. بيظهر خيط سحري ورايح تجاه احتماليه انتصاره على داريوس، وبينطلق ورا الخيط ده. ايوه جاي لك يا داريوس، ومتفادى هجوم داريوس في لمح البصر. ايوه هي دي الضربه اللي بتوزع 10,000 ضربه من داريوس. فن السيف الرابع انتو جوستافيا، وبيكمل على الرعد.
بيسيب ضربه مرعبه لاقصى درجه. ايه الجبروت والعظمه دي يا جدع؟ وداريوس بيترمى في الارض، اوليفر بيقول له ايه شايفك نايم في الارض يعني؟ فداريوس مرعوب جدا وبيقول مستحيل، كان المفروض فن السيف ده يختفي مع موتها في تلك الليله من 7 سنين. فبيقول له اكبر غلطه عملتوها في حياتكم هي انكم سبتوني عايش. فبيتصدم، مستحيل انت تكون؟ ايوه انا، وعندك حق ما تقدرش تتعرف عليا عشان انا مش شبه امي قوي في الشكل، بس ده لحزن حظي عشان افضل متخفي وبيتكم واحد واحد. يا جدعان، ده اوليفر يبقى ابن الساحره العظيمه اللي ماتت في الماضي. اوليفر بيبص له عينه محمله بالطغيان والجبروت وقسوه القلب وبيقول له انت طبعا عارف ان فن السيف بتاعي يقدر يستشعر كل انواع الالم اللي تعرض ليها صاحبه ويقدر يعكسها على اي حد. داريوس هيموت من الرعب حرفيا يا جدعان. اوليفر بيقول له ما تقلقش، انا هجرب عليك كل انواع الالم، ال 28 نوع اللي حسست امي بيه. وبيبدا فعلا داريوس بيصرخ بعلو صوته من كتر الالم وبيقول له انت ما تعرفش انت داخل عليه، ما تفكرش انهم هيسيبوك. فاوليفر بيعذبه تاني، قول لي بقى كنت بتقول ايه؟ وبيكمل تعذيبه اكتر واكتر واكتر وبيرحموش يا جدعان. حرفيا صرخات داريوس وقساوه قلب اوليفر عليه تقشعر لها الابدان. وفي اللحظه دي بنشوف من 7 سنين لما كانت ام اوليفر بتجري منهم واجتمع عليها هؤلاء الاوغاد معلمين اكاديميه كيمبر السحريه، اجتمعوا عليها وقتلوها خوفا من فن السيف بتاعها. لحظهم انتقل لابنها اللي هيسفك دمائهم واحد واحد. وبيمسك داريوس، انطق قول لي اخر كلماتك اللي تخليني ارحمك من العذاب، انطق. فداريوس بيعيط وبيقول له اقتلني اقتلني ارجوك. فبيقول ايوه هو ده الذل واليأس اللي كنت عاوز اشوفه في عينك. بيحرك سيفه وبيقطع راس داريوس وبيموت داريوس للابد. خلاص خلصت يا اوليفر؟ فبيقول له ايوه. وبيكونوا دول اخوات اوليفر اللي هم ولاد عمه في الاصل. وجوين بيقول له سريان دمك كويس؟ فبيقول له ايوه، بس لو استخدمت القوه دي 3 مرات كمان فاحتمال جسمي ما يقدرش يستحمل. فبيقول له اذا خليك حذر واحنا هنمهد لك كل الطرق. وبتظهر كريستي، شرف لي ان اقابلك وش لوش يا سيدي اوليفر. وبعدها جوين بيقول الان فلتظهروا جميعكم ايها الظلال. وفجاه بيظهر جيش حرفيا وبيركع اوليفر، والان يا اوليفر فلتستلم قناعك الاسطوري ايها الملك. اوليفر بيلبس القناع وكل المقاتلين دول بيقولوا خدنا ايها القائد لحد ما نقتل كل اللي غدروا بسيدتنا. فاوليفر بيقول ايوه ما تقلقوش، فحسابهم طويل معايا قوي. فانيسا، فرانسيس، انريكي، ديمتريو، بالديا، واخيرا اللي غدرت بامي مديرة اكاديمية كيمبر اسمرالدا. مش هسيب اي مخلوق منهم على قيد الحياة. الرعب ده جدعان. وبيقول نحن جيش الظلام من نتربص في الظلال لنصطاد الظلام. لا معلش يا عم اوليفر، دي جملتنا بس هسيبها لك المرة دي. ومن هنا بقى يا صديقي سيبدأ الجمدان والعظمة اللي بجد. وبعد اليوم ده بيعدي 4 شهور على حادثة اختفاء داريوس، وعلى أثر ذلك تجمع ال6 الباقيين. أهلا بكم جميعا، مش هنرغي ونحرق كتير. من فيكم قتل داريوس؟ كلهم بيقولوا المديرة ما نعرفش حاجة عن الموضوع ده. حتى الوفي ماكفارلين أبو ميشا بيقول لها إنه كان مراقبهم بالفعل، وكل واحد كان في مهمة لوحده. فواحدة بتقول قولوا مين اللي عملها، أصل لو حد قدر يقتل داريوس فأكيد هو حد مننا. فاسميرالدا بتقول لهم طالما الموضوع كده فإلى هنا ينتهي اجتماعنا، وانتوا اكيد عارفين مين هي اسميرالدا دوجوين. فالتانية بتقول لها طب لو طلع اللي عمل كده طالب هتعملي ايه؟ فاسميرالدا بتقول هندمه على اليوم اللي فكر فيه يعمل كده، بس قبلها لازم نكتشف سر قوته العظيمة دي. وبيخلص الاجتماع وبيجي اليوم اللي بعده، بتكون عندهم حصة مميزة شوية مع الراجل ده الاستاذ دانتي. بيفتح لهم قاعدة طيران وبيطلب من كل واحد منهم يدور على المكنسة اللي تشبهه، على شرط انها هي اللي تختاره مش هو اللي يختارها. ناناو كل المكانس بتختارها لانها طبعا قلبها طيب ومقاتلة حقيقية، لكن هي حط عينها على المكنسة الاسطورية دي. الاستاذ دانتي بيحذرها منها ابعدي عن دي. اوليفر بيقول ايوه المكنسة دي انا عارفها. وناناو ما بتسمعش الكلام وبتروح لها، بس المكنسة رفضها. فناناو بتقول لها انا فهمتك، انت مش عاوزة حد يركب عليكي غير مالكك الحقيقي مش كده؟ فالمكنسة بتهدى فعلا. وناناو بتقول لها مش هجبرك انك تيجي معايا، بس انا حبيتك عن باقي المكنسات. وفي اللحظة دي حدثت المعجزة.
المكنسه بتطير وبتنطلق عليها بسرعه. دي وافقت يا جدعان وكلهم مصدومين والمعلم مش مصدق. مستحيل، ازاي حصل كده؟ دي بقالها هنا 7 سنين وما قابلتش ولا حد. ولكن على غير المتوقع فاكتر واحد مصدوم هو اوليفر، وبيقول لنفسه بلا شك دي مكنسه امي. وهذه اللحظات اثرت في قلب اوليفر جدا، وبدا يشوف فعلا كم الشبه بين امه ونناو. وبعدها بيقعدوا ياكلوا وبيدخل عليهم فجاه ماكفارلين، وميشا بتعرفهم ان ابوها بس بتكون مش طايقاه نهائيا لسبب ما، وبيكون هو جاي ليهم النهارده عشان هو مدرس الكيمياء الحيويه البديل. وبعدها بيخلصوا اكل وبيحين موعد حصه استاذ الهندسه السحريه انريكي. العيال طبعا مش طايقاه بسبب تقل دمه، وبيقول لهم انا ماليش في جو يشرح لي دي وعيد لي دي يا مستر، الكلام ده قديم وما عادش بيجيب همه، والجديد كالاتي: معاكم 6 صناديق سحريه فكوا ختمها في اقل من 60 دقيقه قبل ما تفنجر بيكو، يلا ابداوا. واقترحت ان اسموا المجموعات عشان الوقت بس مش اكتر. وبتعدي 60 دقيقه بالفعل ومحدش من الطلبه بيقدر على حاجه، وكل الطلبه بيخافوا من التعابين. وجاي بيقول هو ايه العبط ده؟ والله لو كنت اعرف ان فيها تعابين ما كنتش جريت، والتعابين بتنقض عليه. بس المعلم بيكهربهم كلهم وبيقول انا اصلا متعود عليهم. وبتكون عشيره جاي متعوده دايما تتعامل مع التعابين والافاعي. وبعدها بيوزع عليهم المعلم مصاصات بتعالج الامراض. وبيمر الوقت وبيجي الليل وبيقعدوا يتكلموا مع بعض. بس في الوقت ده كان في واحد بيراقبهم وشكله كده مش ناوي على خير ابدا. وبيجي اليوم اللي بعده، وفي الوقت ده بيروح لاوليفر واصحابه الشاب ده والذي يدعى يوليوس روسي، وبيقول لهم مفيش داعي تعرفوني باسمائكم لان عارفهم بالفعل. وبيقولوا له طب عاوز ايه يا عم انت؟ بيقول هنتقابل قريب وساعتها تعرفوا كل حاجه، الى اللقاء. وبيسيبهم وبيمشي. العيال طبعا ما عرفتش ماله المجنون ده وبيروحوا يتمرنوا، واوليفر بيفوز بسهوله. دلوقتي بيجي دور بيت واللي بيخسر من يوليوس بكل سهوله، وبيقعد يستفزه جدا وبيقول له هو ده اخرك يا هفا ولا ايه؟ ده انت حته مستني المساعدة دايما من صحابك. بيتتجرح بكلامه بجد وبيقول لاصحابه انا عايز اكون اقوى. فميشا بتقول له ما تقلقش يا عم، هشرف على تدريبك بنفسي، هخليك سياف جامد جدا ومفيش حد قدك. وبعدها بيتدربوا شويه وبيروحوا يفطروا بعدها. وفي الوقت ده بيطلع لهم يوليوس، وكانت المفاجأة بيعرض عليهم مسابقة يقيموا فيها قدراتهم ويعرفوا من هو الرقم 1 في طلاب السنة الأولى ومن هو الأقوى بينهم. أوليفر طبعا عارف إنه بيعمل كده عشان يذل بيت، والواد بيقول لهم مين معايا؟ وبسبب غيرة كل الطلاب من أوليفر ونناو انهم واخدين كل الاضواء فبيقبلوا طبعا بالمسابقه دي، واكيد أوليفر واصحابه مش هيفوتوا الفرصه دي. نناو وأوليفر وميشا بينضموا وبيقولوا له صدقنا هتندم قوي. فبيقول لهم طيب وروني اخركم. اسمعوا بقى، شروط المسابقه كالاتي: كل واحد فينا هيكون معاه عدد من الاوسمه دي، اللي يخسر بيدي واحد من اوسمته للفايز، وطبعا المركز الاول هو اللي يحصد اكبر عدد من الاوسمه. تمام، حلو الكلام. مين هيبدا بقى؟ بتقدم البنت دي وبتتحدى نناو في نزال. ما شفتش في غباء كده بصراحه، رايحه على قضاها برجليها ونناو ما بتصدق وبتروح معاها على طول وبيبدا النزال. نناو بتنقض عليها والبنت بتهجم برياح قويه جدا. بس على مين يا بت؟ نناو بتحرف التعويذه بكل جمدان وبتطير سيفها. ما انت اللي جبت لنفسك. البنت مش مصدقه ومصدومه من اللي شافته. فعلا نناو في مستوى مختلف تماما. وبيمر الوقت وهنا أوليفر كان بيدرب بيت وبيخلصوا وبيت بيمشي وأوليفر بيحس بوجود حد هنا. ايه يا انسه كاريستي؟ فبتقول له شانون وجوين اخواتك عاوزينك. فأوليفر بيروح وبينزل المغاره وبيقابل اوليفيا، فبتقول له بقيت جريء قوي وبتنزل لطابق سفلى كمان. وبتقول له تعالى اقعد معايا نتكلم شويه. تعرف انك شبه رئيس مجلس الطلبه وجودوفري، انتوا الاتنين اقوياء واذكياء جدا واسلوبكم وشخصيتكم مختلفه تماما عن اي حد. بس نصيحه مني ما تتعمقش كتير في المغاره، وكمان خليك في مبنى الاكاديميه الايام الجايه دي احسن. وبعدها بتسيبه وبتمشي وأوليفر بيكمل طريقه وبيدخل مقر اخواته وبيقعد يتكلم معاهم شويه. وجوين بيقول له صحيح انت متاكد من اللي قلته لي؟ فبيقول له قصدك على فن السيف الخاص بنناو؟ فبيقول له ايوه. هل فعلا ده الاسلوب السابع؟ فبيقول له بلا شك، فانا اقدر اميز. انا مستخدم لفن السيف انا كمان، بس مش متقنه لحد دلوقتي وحاسس انها زيي، وكمان عندها قدره جذب الناس حواليها. فجوين بيقول له وصفك ده بيفكرني بحد كده. ايوه هي فعلا شبه امي في حاجات كتير، حتى مكنستها الاسطوريه قبلت بيها. وحاجه كمان انا حاسس ان دايما عاوز احميها وافضل جنبها. فشانن بتقول له انت معجب بيها يا أوليفر مش كده؟ فبيتكسف وبعدها بيخلصوا كلام. أوليفر بيكون راجع بس فجأة أوليفر بيقف وبيقول اظهر نفسك يا يوليوس. وبيكون فعلا يوليوس بيراقبهم. أوليفر بيقول له عاوز مني ايه؟ فبيقول له بصراحه كده انت عامل جدل كبير قوي في الاكاديميه وفي نفس الوقت ساكت دايما ومش بتتباهى بقوتك، فانت مستفزني وعاوز اهزمك وادوس عليك واثبت للاكاديميه كلها ان الاقوى هنا.
كل ده شايله في قلبك يا راجل. وبالفعل الاتنين بيسحبوا سيوفهم، وفجاه ابن الغداره بيهجم وبيتبادل مع اوليفر ضربات قويه جدا. اوليفر بتصد عليه بالعافيه وبينقضوا على بعض، الاتنين بيهزوا الارض حرفيا. بس ابن الغداره بيستخدم المعدن اللي في ايده وبيدوس على رجل اوليفر وبيزقه وبينزل فوقه بضربات كتيره جدا. معلش يا صاحبي بس الحرب ملهاش قوانين. فاوليفر بيقول له اعمل اللي تعمله، فانا مش هافق لدرجه ان واحد زيك يهزمني. بيتصدوا لبعض بقوه تاني، ويوليوس بيقول له انت مستفز قوي يلا، جبت الثبات والقوه دي منين؟ وفجاه بيصوب اوليفر في وشه وبيديله بالرجل وبينزل فوق بالبكاسي. ايه يا ابن الغداره؟ بس اوليفر بيوقفه وبيغضب جدا. اذا هوريك دلوقتي اسلوبك الحقير ده مش هيفيدك بحاجه، واقول لك حاجه كمان، هتخسر وتترمي على الارض في خلال 8 حركات بالظبط. ده اوليفر شكله هيفلقوا يا جدعان. فيوليوس بيغضب وبيهجم على اوليفر، بس اوليفر بيصد ضرباته ويتفاداه وطخ الحركه الاولى وبيمسك دراعه الحركه الثانيه. ما تفكرش يالا ان اتدربت زيك كده، السنين اللي قضيتها طول عمري تخليني اقضي على 100 زيك بكل سهوله. فيوليوس بيصور غضبا وبيفلت من اوليفر وبيهجم عليه بكل شراسه، ولكن من غير اي فايده. اوليفر بيعمل معاه نفس الحركه وبيوقفه، فيولا بيتصدم واوليفر بيبعد ايده ويسلم لي على الشهد اللي معاك. بيصيب ضربه قويه جدا يا جدعان، بتنيمه في الارض بجد. ودي كانت الحركه الثامنه يا يوليوس روسي. يا ابن اللعيبه يا اوليفر، لا جمدان من الاخر والله. وبياخد الوسام بتاعه واوليفر بيقول له نصيحه مني، اتعلم احد الاساليب الثلاثه لانك قريب قوي هتوصل لحدود قوتك. فبيقول له خلي نصايحك ليك يا عم. فبيقول له صدقني ده لمصلحتك، عشان انت من الناس اللي عندها موهبه عكس انا متعلم كل الاساليب والتقنيات باجتهاد الشخصي فقط، ده كل اللي املكه، فما تفرطش في موهبتك. وبعدها بيمشي اوليفر. فيوليوس بيقول عبيط ده ولا ايه؟ ده بيعرف يعمل كل حاجه ومتعلم كل التقنيات والاساليب، ويجي يقول لي انا اللي موهوب؟ انت مجنون يا جدع. وهنا اوليفر ماشي، فبتطلع له كاريستي وبتقول عظمه والله يا سيد اوليفر، بتعرف كويس قوي ازاي تهين خصومك، وما تنساش لو احتجتني في اي حاجه استدعيني بس، وانا دايما هفضل قريبه منك. وبعدها بيخلص اليوم على كده، وتاني يوم بيحين موعد القتال التالي، وبيكون بين البنت دي قريبه ميشا ومن نفس العيله، وخصمها هو بيت. وبيبدا النزال وبيهجم عليها بسرعه بس بتصيبه وبتجيب الارض بكل سهوله، وبيهجم عليها مرات كتير بس من غير اي فايده، وقاعده تهينه قدام الكل. فبيت بيغضب وبيهجم عليها بصاعقه كهربيه بس بتتفاداه بكل سهوله، وبيهجم بضربات كتيره بس برضه من غير اي فايده. وبتقول له انت عندك امل اصلا انك تقدر تصيبني؟ وبتهجم عليه بصاعقه اقوى بكتير من بتاعته وبتصيبه بألم مرعب جدا وبتعذبه فيه حرفيا، وبيكون مرمي في الارض. وبتقول له يا ريت تكون فهمت الفرق بيني وبين حسالة زيك يا بنت المفتريه. بتفضل تعذب فيه وكاتي خايفه جدا على بيت. فاوليفر بيقول لها ما تقلقيش النزال لسه ما خلصش، وهي قاعده تقلل من بيت وتستهزأ بيه، ودي فرصه لفوزه في حد ذاتها. وبالفعل في تلك اللحظه بيت بينقض عليه بكل سرعته، فبتهجم عليه بالصاعقه بس بيتفاداها بكل جمدان. فالبيت بتخاف جدا وبتحاول تهرب، بس رايحه فين؟ بس بيت مش حللها وخلاص هيسيبها، بس بينتهي وقت النزال. المعلم لونار رحمها والله، كانت هتاخد ضربه تجيب اجلها، بس مع ذلك بيت كان زعلان من ادائه وبيعيط، بس بيواسوه بيقولوا له لا افرح تطورت جامد ولسه هتتطور كمان. فالبنت بتقول لميشا انت اللي علمت له اسلوب ده مش كده؟ للدرجه دي عاوزه تذلني يا ميشا؟ وبتمشي. باين كده ان قريبه ميشا واللي اسمها كورناليس بتحقد جدا على ميشا. ومن الناحيه الثانيه هنا كاتي قاعده بتتكلم مع العفريت، وفي اللحظه دي بيجيب لها غراب ميليجان رساله. اوبا ميليجان تاني؟ ده شكلي فيه حوار بجد المره دي. وبعدها بتروح لاصحابها وتقول لهم، وبيكونوا رايحين معاها للمكان اللي هتقابلهم فيها، وكانت كاتبه لهم في الرساله انها عاوزه تعتذر لهم وتقدم لهم مقر مخصص ليهم هديه. وبيكونوا كلهم قلقانين من الحوار ده. فكاتي بتقول لهم خلاص مش لازم تيجوا معايا، بس نانو بتقول لا انت هتكوني محتاجه القاعده دي لابحاثك فاحنا هنساعدك. وكلهم بيوافقوا وبيشجعوها وبيقولوا لها احنا معاكي وفي ظهرك دايما يا كاتي، فما تقلقيش من حاجه. وبعدها بيكملوا طريقهم وبيقابلوا بص صديقي كل الفخاخه اللي تيجي في خيالك، وبيعدوها كلها بطلوع الروح. وهم ماشيين بيقابلوا مجموعه قاعدين بياكلوا، وواحد بيقول لهم اتفضلوا، بس هم بيشكروه بيكملوا طريقهم. فكاتي بتقول مين الغريبين دول؟ فميشا بتقول دول طلاب متخصصين في المغامره، واللي دعمنا الاكل ده مشهور جدا في الاكاديميه ومسمينه بالناجي لانه اختفى في المغاره لمده 6 شهور كاملين وطلع عايش. ده حتى رجع لهم بعد ما عملوا له جنازه اصلا، يعني كانوا خلاص تيقنوا انه مات. وبعدها بيكملوا ماشي وبيوصلوا فعلا لمكان المقر، وبيكون كبير وبيعجبهم جدا. بس لا مش كده وبس، كاتي بتقف قدام الباب وبتعمل تعويذه هوبا بيظهر مكان سري اكبر، وكمان ده يعتبر احسن معمل للابحاث في الاكاديميه كلها. وكاتي بتقول اهلا بيكم يا شباب في مقرنا السري واللي هنتجمع فيه ونعمل كل اللي عاوزينه. وبعدها بيقعدوا ياكلوا ومبسوطين بوقتهم جدا. فميشا بتقول لهم صحيح عاوزين نطلع اسم لفريقنا، فنانو بتجمعهم وبتوحد
سيوفهم وبتقول ده في بلادي بيسموه وعد المقاتلين. ومن هنا بدأت يا صديقي أول وأقوى فرقة طلاب في أكاديمية كيمبر بالكامل، فرقة ورود السيف السبعة. وبعدها كلهم بيناموا، وفي الوقت ده كورناليس ومرافقها واقفين، وكورناليس بتقول المرة دي هوريك الفرق بيننا يا ميشا. ده شكلهم مش ناويين على خير خالص يا جدعان. وبعدها بيمشوا وبيظهر شخص ثالث كان واقف وراهم. اوبا مين ده كمان؟ دي شكلها تحلو على الاخر. وبيجي اليوم اللي بعده وبيبدا اوليفر التدريب مع ناناو، وبيقول لها بس صحيح عاوز اسالك سؤال، انت استخدمت المهاره اللي قضيتي بيها على ميليجان دي قبل كده؟ فبتقول له لا ولا مره. وبيكونوا لسه يبداوا تدريب بيسمعوا صوت جاي بيصرخ وبيكون خايف من حاجه، وبتطلع كاتي جابت العفريت الاسود للمقر وبتقول ايه ده يا ابني مفيش حاجه. اوليفر بيقول معقوله جينا لوحده؟ لا طبعا. وبتكون ميليجان هي اللي جابته. وفي الوقت ده بيت بيكون لسه صاحي من النوم وبيدور على نضارته، فحد بيديها له شكرا. بس انت مين؟ الولد بيخاف جدا. وبتكون دي ايد ميليجان فبيجري بتجري وراه، بس بتكون رايحه لميليجان. وبتكون بنت اللذينه حولت ايدها اللي اتقطعت لكائن اليف. وبعدها بيقعدوا يتكلموا وبيحاولوا يتكلموا مع العفريت واللي كاتي سمته ماركو، وبيكون عارف اسمائهم فعلا من كاتي. وبعدها ميليجان بتاخدهم للمدخل السري للمقر بتاعهم وبتودعهم وبتقول لهم خليكوا حذرين جدا وانتوا بتستكشفوا المغاره، وبتمشي. وبعدها بيبداوا استكشافهم وبيتعمقوا اكتر، ومعاهم ماركو اللي هو العفريت الاسود يعني. بس فجاه ميشا بتقول لهم وقفوا، احنا لو تعمقنا اكتر من كده هندخل للطبقه الثانيه، ودي اوليفر زي ما انت عارف خطيره لدرجه مش هنقدر نستحملها، حرفيا الغلطه بموتة، فلازم نرجع. ولسه ما كملتش كلامها مش دلوقتي. بتكون دي كورناليس ومرافقها كنت مستنياكي يا ميشا عشان اخد الوسام بتاعك. من الاخر كده بتحداكي في نزال، بس عشان نخلي الحوار احلى يبقى نزال 2 ضد 2، انا وفاي ضد 2 منكم. فاوليفر بيقول لي ميشا استني، هما الاثنين دول يعرفوا بعض بقالهم كتير؟ فبتقول له ايوه دول بقالهم سنين مقربين لبعض. فاوليفر بيقول اذا دي نقطه قوتهم. بس ميشا بتقول بس ده مش مخليك عاوز تجرب تتحداهم؟ ال6 شهور اللي قضيناها مع بعض بالسنين اللي قضوها مع بعضهم. فبيقول لها تمام انتوا وناناو هتقتلوهم. وفجاه بيظهر الشخص الغريب ده، طب ايه رايكم نخليها 3 ضد 3؟ فميشا بتقول قولوا برايت ايه اللي جابك هنا؟ ناناو بتقول مين ده؟ فاوليفر بيقول كل اللي اعرفه هي عيلته مشهوره بعدد كبير جدا من السحرة متفوقين. فميشا بتقول وكمان مرشح انه يكون الاقوى في طلاب السنه الاولى. دي شكلها تولع بجد يا جدعان. ولبرايت بيقول ايه رايكم ميشا ماكفيرلين والبنت الساموراي، وضموا معاه كل حقير اللي عامل فيها جامد ده. ده كده بيخبط في عمنا اوليفر جامد قوي. فميشا بتزعق انت تقصد مين بالحقير يالا؟ فاوليفر بيهديها وبيقول موافقين يا بتاع انت، وريني بقى بتعرف تعمل ايه اذا كنت بتعرف اصلا. اوبا ده اوليفر شكله هيروقه يا جدعان. وبتكون كورناليس تعترض، بس فاي مرافقها بيقول لها لا يا كورناليس الراجل ده قوي جدا وهيفيدنا جامد في ابعاد حد من الاثنين المزعجين دول، اوليفر او ناناو. ولبرايت بيقول لهم تعالوا ورايا اخدكم لساحه المعركه. فميشا بتقول له انت عاوزنا نقاتل في الطابق الثاني؟ انت عبيط. فبيقول لها اللي خايف يروح يا ابن المستفزه. فبيروحوا معاه طبعا وبيوصلوا المكان وبيبداوا النزال، وفي بيهجم على اوليفر بسرعه، بس اوليفر بيسوي فلاش في عينه وبيهجم على برايت. انت فاكرني هسيبك يالا ولا ايه؟ اوبا مش قلت لكم يا جدعان اوليفر ناويله على نيه سودا. وكده ميشا وناناو هيقتلوا كورناليس وفاي. وميشا بتقول لها انا مش عارفه انت بتكرهيني ليه. فكورناليس ما بتردش عليها وبتتبادل ضربات سريعه وقويه جدا معاها. اما فاي بقى بيقول لناناو بصي انت قويه وانا ما عنديش خلق اني عافر معاكي بصراحه. فبتقول له قصدك ايه؟ فجاه بيهجم عليها بلهب قوي جدا وبيجري بعيد بسرعه كبيره جدا. فناناو بتقول دي شكلها فيها فرهده النهارده وبتروح تجري وراه. ومن الناحيه الثانيه معركه اوليفر واوبرايت مولعه على الاخر. اوليفر بيتحرك بسرعه مش طبيعيه وبيتبادل مع اوبرايت ضربات مرعبه جدا. اوبرايت بيقول له ده انت غريب يا جدع، قادر تصمد قدام قوتي بمهاراتك واساليب القتال اللي اتعلمتها في الكتب بس، ولكن احب اقول لك ان كل ده مش هيفيد قدامي. ولسه ما كملش كلامه اوليفر بيفعل تعويذه قويه جدا في ايده وبينطلق عليه. واوبرايت مصدوم مش مصدق جاب منين كل القوه دي. اول اصابه. اوليفر بيقول له طبعا انت استغربت بس لسه دي البدايه مش اكتر. وهنا بقى ناناو وميشا زنقوا كورناليس وفاي وما قدهمش طريق للهرب، فبيقرروا يستخدموا قوتهم السريه. بس كورناليس بتكون خايفه عليه فبيقول لها انت عبيطه اموريني بس وانا هقطعهم لك لاشلاء. فبتخرج قوه هائله جدا وفي تلك اللحظه بتحول فاي لوحش جبار جدا.
ده طلع من سلالة المستذئبين يا جدعان، وكورنيليس بتركب عليه وبينطلقوا عليهم، فناناو بتهجم بسرعة وبتصيبه فعلا بس من غير اي فايدة. جروحه بيتعالج بسرعة مش طبيعية. ناناو وميشا مصدومين، مستحيل كده مش هنقدر نعمل له حاجة. وهنا اولبرايت بيقول لاوليفر ايه مش هتهرب وتروح تنقذ صحابك؟ فبيقول له صدقني هم مش محتاجين، وكمان مفيش سبب يخليني اهرب من واحد زيك. وبتبادلوا ضربات كتيرة مع بعض. نرجع تاني لميشا اللي بتقول له كورنيليس ليه بتعملي كل ده وبتعذبي رفيقك معاكي؟ انت فاكراني مش عارفة؟ لا انا عارفة انه نص بشري ونص مستذئب، وعشان كده هو دلوقتي بيتألم بشدة جدا بسبب تحوله ده. فعشان ايه بتعملي كل ده؟ وفي الوقت ده بنعرف ان في عيلة ماكفارلين بيتقسم ولاد العم لنصين، نص جايين من سلالة نقية ودول بيحصلوا على الاهتمام الاكبر واللي منهم ميشا، اما النص التاني واللي جايين من سلالة هجينة واللي منهم كورنيليس، وطول عمرها كانت مهمشة وشايف الاهتمام كله ناحية ميشا، فعشان كده حقدت عليها من صغرها وقررت انها لازم تذلها وتثبت انها الاقوى والاحق منها بالاهتمام والتقدير. وكورنيليس بتصور غضبا انت ايه اللي عرفك؟ انت مش عارفه اللي جوايا واللي مخبياه في قلبي من سنين طويله. وبيهجموا بسرعه على ميشا بس اتفادى هجوم في اللحظه الاخيره، وناناو بتصدر التاني. وناناو بتقول لميشا هي مش هتهدى الا لو هزمناها شر هزيمه، فيلا احنا كمان نخرج كل ما عندنا وننتصر في هذه المعركه. ومن الناحيه التانيه اوليفر واولبرايت سخنوا على الاخر والمعركه بينهم بقت داميه لابعد درجه، حرفيا اللي هيغلط غلطه هتكون بموته. فيا ترى ايه اللي هيحصل بعد كده؟ وهل بعد انتهاء المعركتين دول هيرجعوا بسلام عادي كده؟ لا والله، فهناك صدمة وكارثة مرعبة استحل عليهم وعلى أكاديمية كيمبر بالكامل. في الوقت ده اولبرايت بيقول لاوليفر انت ازاي لسه عندك الجرأة اللي تخليك تقف قدامي وتواجهني كده؟ فاوليفر بيقول له ما تعملش الشويتين دول عليا، انا عارف كويس انك مجبور انك تتصرف بالغرور والتكبر كده. فبيقول له انت عبيط بس خلاص دي نهايتك يا اوليفر، وبيطلق هجوم قوي جدا من مسافة قاتلة حرفيا. معقول اصاب اوليفر؟ بس على مين يا معلم؟ اوليفر استخدم مهارة سرية غاية في العبقرية وحمى بيها نفسه في اللحظة الأخيرة، فاولبرايت بيغضب جدا. وهنا كورنيليس وفاي بيهجموا بسرعة على ميشا، فميشا بتهجم عليها بقوة وكورنيليس بتقول كده فاي هيقدر يستحملها وما بتتفاداش الهجوم. حدث الغير متوقع، بيصرخوا بعلو صوتهم من الالم وبيقعوا على الارض، ولسه فاي هيهجم على ميشا. ناناو بتوقفه خلاص ده اخركم، وبكده هم انتصروا على كورنيليس وفاي. اما هنا اولبرايت لسه بيعافر مع اوليفر، بس اوليفر بيديله برجله وبيصيبه هجوم رياح قوي جدا بيجيبوا الارض. خلاص انت خسرت يا اولبرايت. نرجع تاني لكورنيليس واللي بتقعد تعيط ليه انا ضعيفه كده او ليه انت اقوى مني؟ وميشا بتقول لي فاي انتوا بتكرهوني الكره ده كله ليه؟ فبيقول لها انت ما عملتيش حاجه غلط، بس كل ما في الموضوع انك دايما القويه والشاطره والعيله كلها بتفضلك على كورنيليس، وطبعا ده لانها من العيله الفرع، فهي كانت عاوزه تهزمك وتثبت انها اقوى منك عشان ابوك يعترف بيها، بمعنى اصح عاوزه تكون بدالك في كل حاجه. فناناو بتقول لها مستحيل ده يحصل يا كورنيليس، يعني لو ميشا ماتت انت متوقعه انها عاملك زي ما كنت بعملها؟ اكيد لا، فخليكي زي ما انت وطوري من نفسك من غير ما تقارني نفسك بحد. كمان انت جميله يا ناناو، حتى الاعداء بتحاول تساعدهم. وبعدها اوليفر بيقول له برايت وانت بقى يا عم الضعيف ايه حكايتك؟ ليه بتحاول دايما تمثل انك مغرور ومتكبر وانك الاقوى؟ فبيجتمعوا كلهم وبيقول لهم اولبرايت من زمان وانا صغير كان ليا خادمه عندنا في القصر، كانت في نفس سني وكنا بنلعب شطرنج مع بعض كتير، ولا مره كسبتني، بس كانت بتتدرب كل يوم وبتتطور يوم عن يوم لحد ما جه اليوم ده وهزمتني فيه. انا كنت فرحان لها من قلبي ومبسوط ان مجهودها جاب نتيجه. وفي يوم كنت بتكلم مع ابويا فقلت له على الموضوع ده، فساعتها رفع عصايته السحريه وقعد يعذبني بشده جدا ولفتره طويله، عذاب قاسي جدا. وكل ده ليه؟ عشان هم متمسكين في عقولهم ان ما ينفعش حد من عيلتنا يخسر، ولو خسر مره واحده يبقى ده عار على العيله كلها. وعلموني ده عن طريق التعذيب والتخويف دايما. وفي اثناء ما كان ابويا بيعذبني قتلوا البنت وعيلتها كلها. ايه كل قساوه القلب والجحود ده يا جدعان؟ وبيكمل كلامه وبيقول فده اللي خلاني اتصرف كده طول حياتي، وعرفت ان غير مسموح لي ابدا بالخسران مهما حصل، فانتصاراتي وهزائمي مش ليا، كلها ترجع للعيله. فبيزعق بعلو صوته وعشان كده يا اوليفر لانك هزمتني فما حدش فيكم هيخرج من هنا حي. وبيطلق قوه هائله جدا في السماء، وفجاه بيظهر خليه عملاقه جدا لجيش مرعب من الحشرات المتوحشه. صدمتهم بكل المقاييس. اوليفر بيزعق انت بتخطط لايه يا اولبرايت؟ فبيقول له قلت لك قبل كده انا ما ينفعش اخسر، عندكم خيارين يا اما مساحه ذكرياتكم او تموت هنا. يا ابن الغداره. وكورنيليس بتصيب نحله وبتقتلها، فالباقي بينقضوا عليهم بسرعه واوليفر والباقي بيقتلوا فيهم، بس مع ذلك مش قادرين يعملوا حاجه. كل ده ملوش لازمه قدام الاعداد المهوله
دي، بس بيجروا بسرعه وبيحاطوا نفسهم باغصان الشجر والنحل كله بيتجمع عليهم. ولكن في اللحظه دي كانت تخرج بخور طارد للحشرات وبيبعدهم فعلا، بس للاسف هيخلص قريب، فلازم نفكر في خطه نعملها بسرعه. وبيسالوا اوليفر نعمل ايه، فبيقول لهم الخيار الامن لينا كلنا هو الاستسلام. فناناو بتقول له اذا كان ده قرارك فانا مش هعترض، بس كنت عاوز ادوقه طعم اشر هزيمه. وكاتي بتقول لا انا مش هقبل انك تستسلم لواحد زي ده عشان تنقذنا. وجاي كمان بيقول له انا افضل ان اقاتل معاك وما خليكش تستسلم عشاننا. واوليفر بيكون متردد، فبيت بيزعق احنا جايين هنا مش عشان نعطلك. لا يا اوليفر احنا جايين هنا عشان نقاتل معاك. فاوليفر بيقول لهم اذا هشرح لكم الخطه، وبيعمل كده فعلا. وميشا بتقول له ما تقلقش هنكون قد المسؤوليه، والمره دي هتتفاجئ صدقني. وفي اللحظه دي بيطلقوا بخور جاذب للحشرات. ايه ده اللي هو ازاي يعني؟ والنحل بيقرب منهم جدا وخلاص يخترق الاغصان وبينقضوا عليهم فعلا وهيسيبوا كاتي، بس ماركو بياخد الضربه مكانها. معقوله دي النهايه؟ بس لا والله في تلك اللحظة ميشا بتخرج هالة غريبة جدا. اوليفر بيزعق يلا يا ميشا، وبيطلقوا كلهم سحر رعد وميشا بتجمعهم. بتنطلق قوة جبارة جدا بتبدجش النحل عن بكرة أبيهم. ولوبرايت مصدوم تعويذة جماعية ازاي ده؟ بتكون المهارة دي عند الإلف بس، وميشا في الحقيقة نصف إلف ونصف بشرية. وفي اللحظة دي ناناو بتنقض عليه وبتفرتك أي نحلة تقف قصادها وبتصرخ بعلو صوتها تعالى لي يا روح أمك. بتصيب ضربة قوية جدا بتنزله على الأرض وبتنزل وراه. كنت عامل لي فيها ذكر يا روح أمك، وريني نفسك بقى. فولوبرايت بيضحك بعلو صوته هوريك حاضر، وبينقضوا على بعض بسرعة مهولة جدا. بتشلوحوا في لمح البصر. ايه يا بنت اللعيبه، امال ايه اللي هوريكي بقى كده خيبه هلا. وبعدها كلهم بيتصالحوا وكورنيليس واولوبرايت تقبلوا الهزيمه وتصافت نفوسهم. فاوليفر بيقول لهم يلا بقى يا جماعه كفايه قوي لحد كده. ولكن في تلك اللحظه حلت عليهم الكارثه. بتظهر فجاه كائنات مرعبه لاقصى درجه. اولوبرايت لسه هيهجم عليهم بتمسكه فجاه وبتسحبه بسرعه. اوليفر بيبص لهم وبيقول مش معقوله دول كائنات من مستوى كارثه حرفيا، اهربوا كلكم. وبيجروا باقصى سرعه والوحوش بتقرب من كورنيليس وخلاص تمسكها، بس في بيفاديها وبياخدوه وبيزعق اهربي انت يا كورنيليس. والوحوش ما بتكتفيش وبتنقض عليهم بسرعه مهوله جدا. وفي اللحظه دي بيتكعبل وبيقع على الارض. الوحوش بتكون هتمسكه واوليفر بيجري بسرعه عليه، والوحوش لسه هتمسكه هو كمان، بس مش بتلحقه في اللحظه الاخيره وبتشده. انها كانت اللحظه الفارقه. الوحوش خدت بيته واختفت. يا نهار ابيض يا جدعان، ايه الوحوش دي وليه كانت عاوزه تاخدهم؟ وفي الوقت ده كل الطلاب طلعوا بره الاكاديميه ومتجمعين. فاوليفر بيروح لجودفري بسرعه في وحوش مرعبه جدا في الطابق الثاني وخدوا 3 مننا. فبيقول له مش معقوله هم قدروا عليكم انتوا كمان؟ معناه ايه الكلام ده؟ فالنائبه بتقول له فقدنا 17 طالب ومن وصف القوه دي فما فيش غيرها. فاوليفر بيقول له يعني ايه؟ فجودفري بيقول اوليفيا سالفادوري فقدت السيطره واستسلمت للوحش بداخلها. واوليفر بيفتكر فعلا لما قالت له ابعد عن المغاره الفتره الجايه دي. مش معقول يا جدعان، خلاص كده قد حلت الكارثه بالفعل. وبعدها اعضاء مجلس الطلبه ورئيسهم جودفري رايحين وهيدخلوا المغاره وشكلهم كده داخلين يدشملوا الدنيا. ومن الناحيه التانيه اوليفر واصحابه قاعدين وزعلانين جدا على بيت. وجاي بيقول لهم لازم نتحرك نعمل اي حاجه مش هينفع نقعد كده. فناناو بتقول له مفيش في ايدنا حاجه نعملها، بيت ضحيه معركه ونهايته كانت مشرفه. فبيقول لها انت قصدك ايه؟ بيت لسه عايش. فبتقول له عندنا في عشيرتي من 10 بيختفوا في الحروب 8 منهم بيموتوا. الوضع موتر جدا والتشاؤم والحزن يسود قلوبهم. بس ميشا بتقول لهم لا بجد لازم نتحرك. فاوليفر بيروح لاخواته وبيطلب منهم المساعده. فجوين بيقول له انا كده كده كنت هنضم لمجلس الطلبه بس هناخد وقت طويل شويه عشان اوليفيا قويه جدا وكمان هي في الطابق الثاني وداخله على الطابق الثالث فيكون صعب جدا اننا نلاقيها. وكاتي كمان بتطلب المساعده من المعلم لونار بس بيعتذر منها وبيقول لها مش هقدر اتحرك الا بعد مرور 8 ايام. فعشان كده بتجمعوا عند ميليجان اللي عرضت عليهم انها تدربهم مقابل مساعده كاتي ليها في تجاربها. فكاتي طبعا بتوافق. وبالليل فعلا بنشوف بيته كل المختطفين وهم داخل معدة احد الوحوش. وبيت بيحس انها جايه فبينام على الارض ثاني. وفي نفس الوقت ده كان اوليفر واصحابه دخلوا الديماس مع ميليجان وبداوا يدوروا عليه وبيقابلوا في طريقهم الوحش ده. وميليجان عملته فقر تجارب وبدات تشرح لهم عليه كل حاجه وتوريهم ازاي يشتتوه وازاي يخلوا بتوازنه واخيرا يخدروه ويخلصوا عليه. ودي طريقه التعامل مع الوحوش الطبقه الثانيه وفعلا بيفهموا بسرعه جدا. فبتقول لهم اذا من دلوقتي هتبدا الحرب اللي بجد.
وبالفعل بيشقوا طريقهم وسط المغاره، وبعد 5 ساعات من البحث المتصل بيقفوا وبيستريحوا شويه وبياكلوا، وبعدها اوليفر بيروح يجيب ميه وبيقول انت هنا يا كريستي؟ فبتقول له ايوه. قبل ما تتكلم اختك انا هي اللي طلبت مني رافقك واخد بالي منك. فبيقول لها طب هم فين دلوقتي؟ بتقول له في الطابق الثاني، بس ما تقلقش عليهم، ولو احتجت مساعدتي في اي وقت اطلب وانا انفذ. فبيقول لها طب معلش امن لنا الطريق وحاولي تقضي على اي خطر يقابلنا، عشان مش عاوز ادخل في معارك كتير واضطر اني استخدم قوتي، لان اللي داخلين عليه حرب كبيره ستسيل فيها الكثير من الدماء. شكل اوليفر ناوي ولاح يا جدعان. وكريستا بتقول له تمام، وفعلا من قبل ما يوصلوا المكان بتكون هي قاضيه على جميع الوحوش ومأمنه لهم الطريق، وبيستمروا في المشي. وفي اللحظه دي بيظهر وحش مرعب جدا، وبتكون كريستا ما لحقتش تخلص عليه، هي يا دوبك بس قطعت له 2 من صوابعه. فالوحش بيصرخ بعلو صوته، فميليجان بتوقف وبتفتح عينها وبتطلق قوتها. فالوحش بيصور غضبا. ميليجان بتقول لهم يلا جهزوا، ولسه هينقضوا عليه. نانو بتقول لهم لا استنوا، وبتروح للوحش وبتقول له احنا بنعتذر جدا على اقتحامنا لمكانك، بس احنا جينا هنا عشان ننقذ صاحبنا. فالوحش بيبص لها في عينها وبعدها على طول بيمشي ويروح ينام. يا بنت اللعيبه يا ناناو. وبعدها بيكونوا هيكملوا طريقهم، بس في اللحظه دي بيسمعوا اصوات صراخ عاليه جدا والحيوانات كلها بتهرب. فالوحش بيصحى وبيروح يحميهم، وبيظهر وحش جبار جدا في لمح البصر بيطير رقبته. صدمة بكل المقاييس. العيال بترعبوا، وميليجان بتقول اذا جه الوقت اللي توروني فيه اللي علمته لكم. فبتحركوا بسرعه جدا، وليفر بيلف حواليه وبيفعل سحره وبيكتف الوحش باشجار كتيره جدا، وبوم بوم بيصيبوا انفجارات كتيره جدا وبيزعق يلا. ونانو بتهجم بسرعه هائله جدا، فالوحش بيهجم عليها بس بتتفاداه في لمح البصر. والغريب انها بتكمل جري وبتبعد عنه، بس الوحش بيهجم عليها باشواك خطيره جدا، ونانو بتستخبى ولكن بوم بيطيرها بعيد بقوه مدمره حرفيا. بس اوليفر وميشا بيصيبوا ضربات كتيره، وفي اللحظه دي نانو بتنقض عليه بتطير له رجله. ولكن كانت الصدمه رجله بتتجدد بسرعه مش طبيعيه، بس بيكملوا في خطتهم وبيصيبوا ضربات من كل ناحيه عشان يشتتوه. اوليفر بيفعل سحره وبوم بيصيبوا هجوم جبار جدا. اوليفر بيقول لهم شتتوا انتباهوا وانا هخلص عليه، وبيعملوا كده فعلا. اوليفر بيخرج اشجار بسرعه وبيكتفه بينطلق عليه وبيقرب جدا. ولكن في تلك اللحظه بيظهر اشواك من جلده وبيهجم على اوليفر من مسافه مميته حرفيا. كلهم بيتصدموا، وميليجان بتجري بسرعه وبتقول كنت عارفه ان في ده احد اقوى وحوش اوليفيا، بس يا ريت ما تكونش مت يا اوليفر. لا يموت مين بس؟ فجاه بتقف وبتضحك انت بتهزر اكيد. ايوه اوليفر كان متوقع كل ده من الاول، وعمل حسابه ونجا في اللحظه الاخيره، وبيغرس السيف الوحش وبيزعق جليد الصقيع، وبوم بيجمد الوحش بالكامل في لمح البصر. يا ابن اللاعب يا اوليفر، لا شغل محترفين برضه. وميليجان بتقول له تخطيت كل توقعاتي بصراحه يا اوليفر، انا كده هقع في حبك. وبتقول له بس المهم دلوقتي يلا نكمل طريقنا. وبيعملوا كده فعلا وبيستمروا في القتالات وبيخلصوا على اي حد يقف قصادهم. وبيمر الوقت وبيجي الليل وبيقعدوا يستريحوا، وميليجان بتسال اوليفر عن السبب اللي خلاه يعمل كل ده، عشان واحد لسه عارفه من 3 شهور بس. فبيقول لها بيت صاحبنا ما ينفعش نسيبه لوحده، ولو ايه حصل لازم نقف جنبه وندعمه. فبتقول له عجباني طيبتكم دي قوي، واتمنى لو كنت اقدر اكون زيكم في يوم من الايام، بس خلاص فات الاوان. وفي الاوقات دي بيت بيصحي اولوبرايت، فاولوبرايت بيقول له احنا فين؟ فبيقول له تقريبا كده في اعماق احد وحوش اوليفيا سلفادوري. فالولد بيتصدم انت قلت سلفادوري؟ يا نهار ابيض مش معقوله، ليه هي اللي بين كل الناس فقدت السيطره؟ دي قوتها مرعبه لدرجه مجنونه. وبيقول ليه انت الوحيد يا بيت اللي قادر تتحرك؟ وبنعرف ان بيت عنده قدره مميزه بتمكنه انه يتحرر من اي قيود او منومات. فاولوبرايت بيطلع 3 كرات وبيقول له دول 3 كرات انقاذ، في منهم المتفجرات واشاره الاستغاثه وكره الطوارئ، وبيديهم لبيته وبيطلب منه يستغل انشغال اوليفيا ويهرب من المكان. فبيقول له طب وانت؟ انا هفضل هنا واقاتل، لكن انت هرب وهات المساعده، لان مش هقدر اخرج من هنا ولا اتحرك بحريه زيك، وده بسبب الهواء الملوث بتاعها واللي بيضعف اجسادهم. وبيختم كلامه قائلا انا مأمن لك على حياتي يا بيت، وواثق انك هتكون قد المسؤوليه. فبيت بيقول له ما تقلقش انا هخرج من هنا واجيب المساعده، انا بيت ريستون، المره دي هثبت ان قد المسؤوليه فعلا. وبيجي اليوم اللي بعده، وهنا بنشوف جاي وهو قلقان جدا، وبيقول لكاتي هم ليه لحد دلوقتي ما رجعوش؟ معقوله بيت مات فعلا وما قدروش ينقذوه؟ فبتقول له اكيد لا، ما تقولش كده، ان شاء الله يرجعوا بالسلامه قريب، خليك واثق في ربنا وفيهم. يرجع تاني بقى لاوليفر والباقي، واثناء ما هم بيعدوا البحيره بالمركب فجاه عظام واحده من الاسماك المفترسه بتتجمع مع بعضها في مشهد مرعب جدا وبتمنعهم من الحركه. ايوه اكيد ده هو طالب السنه ال5 اللي هاجمهم قبل كده بارباتوس. فميليجان بتتكلم معاه وبيقول لها انتوا رايحين
على فين؟ فبتقول له العرين اوليفيا. فبيضحك وبيقول ما دام انتوا كده كده رايحين لهلاككم ما تموتوا هنا وعلى ايدي وخلاص، اهو برضه استفاد من جثثكم. فميشا بتقول له طب ما نتعاون احسن ما دام انت عاوز ابحاث اوليفيا. فبيقول لها لا مش عاوز ابحثها. فميليجان بتقول له انت جاي تودعها مش كده؟ فبيقول لها لا انا جاي عشان احضر جنازتها وبأدي واجب ليا تجاه واحده زميلتي. فميليجان بتقعد تتكلم معاه وبتكون بتعمل حاجه ورا ظهرها، وفجاه هوب كاميرا من وحوش اوليفيا بيمسكه. فميليجان بتقول له ايوه زي ما توقعت، الحراس موجودين في كل مكان، وبتكون اطلقت جزء من قوتها عشان الحراس يعرفوا مكانهم، وبيمشوا هم وبيسيبوا بربطس يتعامل مع الوحش ده. وفي تلك اللحظات هنا بيبدا بيت بتنفيذ الخطه، وبيفجر السجن وبيقدر يهرب بالفعل وبيطلع لبره، وبيفعل كره نداء استغاثه على امل ان حد يشوفه وينقذه. وبالفعل اعضاء مجلس الطلبه والباقي كلهم بيشوفوا اشاره الاستغاثه وبيجروا بسرعه ناحيتها، والارض بتكون بتبلع بيت وبيغمى عليه. معقوله البيت خلاص انتهى؟ بس لا، في اللحظات الاخيره اوليفر والباقي بيلحقوه وبيصحوه، ولكن في تلك اللحظه بتظهر اوليفيا. ايه ده انتوا جيتوا؟ ده شكلها تبقى ليله زي الفل. يا نهار ابيض البت دي بقت مرعبه قوي يا جدعان. وبتقول بتعملي ايه هنا يا ميليجان؟ فبتقول لها احنا جايين بس نرجع صاحبنا البيت ده ومش عاوزين نعترض طريقك او اي حاجه، فعشان كده سيبينا نمشي في امان. فبتضحك وبتفتح عينها وبتكون مرعبه جدا. اوعي تكوني مفكره انك لسه بتتكلمي مع بشريه، لا دلوقتي انا وصلت لاقصى مستويات سحر السلفادوري. وبتبدا في القاء تعويذه، فميليجان بتزعق وقفوها باي ثمن وبيهجموا عليها بسرعه بس ما بيلحقوش، وفجاه بتحوطهم بحاجز عملاق جدا، وجودوفري بيشوفهم بعيد وبيقول ايوه دي بدات بالفعل. ناويه على ايه بنت المجنونه دي؟ وبتطلق قوه جباره جدا. واوليفر بيقول ايوه ده الطور النهائي، تحول الافعى الكبرى، وبتكون محوطهم او بمعنى اصح عزلاهم في عالم مختلف تماما يخضع بس لقوانينها. ايوه دي هي ذروه القوه المطلقه لكل ساحر. وفي الوقت ده بتيجي كورنيليس ومعاها واحده، وميليجان بتقول لهم اسمعوا لي كلكم، العالم ده مش هيختفي الا لو صاحبه لغاه او قتلناه، فما فيش خيار تاني، استعدوا وابذلوا قصارى جهدكم لقتل اوليفيا سلفادوري. وبيهجموا كلهم بسرعه، وميشا وميليجان بيصابوا بلهب قوي جدا بس من غير اي فايده وبتاثرش فيها نهائيا. بس ميليجان بتقول لها انت بتعافري كل ده على الفاضي، في الاخر سحرك وقوتك دي هتستهلك كل صحتك وهتموتي. فبتقول لها بس هشوفكم بتموتوا قدامي الاول. فميليجان بتقول صحيح، ما انت مجروحه عشان اللي بتحبيه كارثه، قوه خارقه بعيدا جدا عن مستواكي. ايوه ما تبصيش كده، هو اللي في بالك رئيس مجلس الطلبه جودوفري، اهو انت بالنسبه له صرصاره السحل استهلكها وهيدمرها. فبتصور غضبا وبتهجم عليهم بوحوش كتيره جدا بس بيقدروا يتصدوا لها، وميليجان بتتحرك بسرعه رهيبه جدا بس الكاميرا بيمسكوها في لمح البصر. معقوله خلاص ميليجان وقعت؟ بس لا، ميليجان بتفعل عينها، فاوليفيا بتتصدم وبيكون جسمها بدا يتحجر بالكامل. فجأة الكاميرا بتخترق جسم ميليجان، وللأسف كل ده ما أثرش في أوليفيا، وبتكون خاطبة جدا من ميليجان. قولي كنت بتقولي ايه من شوية؟ أنا صرصار؟ فميليجان بنت المجنونة بتضحك وبتستفزها أكتر. أيوة مهما وصلت القوة هتفضلي صرصارة هالكة يا بنت سلفادوري. يا نهار أبيض، أوليفيا بتغضب جدا، شكلك عاوزة تموتي أوسخ موتة. الكاميرا بتخترق جسد ميليجان بالكامل وبيرموها في الأرض. ميليجان خلاص مش قادرة تتحرك، وفي اللحظة دي أوليفر بيلاحظ تراجع الوحوش، فبيقول لهم يلا لازم نتحرك بسرعة، الهوا الوحوش وانا هبعد الكاميرا ونناو نقض عليها لما اقولك. وبيعملوا كده فعلا وبيفرتكوا اي وحش يقابلهم، بس ميشا وكورنيس بيتصابوا وبيقعوا ومتبقاش غير أوليفر ونناو. وأوليفر بيبعد الكاميرا فعلا وبينجو في اللحظة الأخيرة وبيزعق بعلو صوته يلا يا نناو. ونناو بتنقض على أوليفيا وخلاص تخلص عليها، بس نناو بتشوفها وهي بتعيط وكأنها طفلة صغيرة فبتصعب عليها. الكاميرا بتطير نناو بعيد. دي كانت الفرصة الوحيدة اللي يخلصوا فيها من أوليفيا. بس في اللحظة دي أوليفيا بتنهار من العياط وهي بتبص لأوليفر وهو شايل نناو وبتقول لنفسها أنا إيه ذنبي؟ إيه ذنبي إني اتولدت في عيلة كل اللي بيتولد فيها بيتلعن وكل الناس بتبعد عنه، وبتكون حاسة بالوحدة جدا. ولكن في اللحظة دي بيوصل جودوفري والنائب مجلس الطلبة، وجودوفري بيقول لها بعتذر لك جدا يا أوليفيا. وبعدها النائب كارلوس بيروح لأوليفيا، فأوليفر بيقول له جودوفري هو هيعمل إيه؟ فبيقول له في اتفاقية ووعد بين العيلتين إن لو حد منهم فقد السيطرة التاني يوقفه ويرحمه من عذاب السحر واستهلاكه للجسد ويختفي معاه للأبد. وده اللي بيحصل فعلا، وكارلوس بيودع جودوفري سلام يا صاحبي. نهاية حزينة جدا لشخصية قوية زي أوليفيا سلفادوري. وبعدها كل أثر قوتها بتختفي وبيمر الوقت وكلهم بيرجعوا المبنى بسلام وكل حاجة بتمشي زي الفل. وهكذا نجحت فرقة ورود السيف السبعة في أول عملية خطيرة لهم، وبتمر الأيام وكل حاجة مشيت زي الفل ولا كأن حاجة حصلت. أيوة لأن الموضوع ده طبيعي جدا هنا، ففي الأول والآخر
يسمونها أكاديمية كيمبر. أوليفر بيقول بس لسه الحكاية ما خلصتش. نهاية أوليفيا كانت حزينة جدا، وفي اللحظة دي بيعدي من جنبهم كل المعلمين مجتمعين، فأوليفر بيكمل كلامه مش مهم نهايتها تكون عاملة ازاي لأني عارف بالظبط هدفي كويس. يا فخامة وجمال الحكاية دي. وهنا انتهى الموسم الأول والوحيد اللي نزل من حكاية أكاديمية كيمبر السحرية. وقبل ما أقفل الفيديو ما تنساش يا صديقي تدخل عند صاحبنا أرثر وتتفرج على كل فيديوهاته، وكمان تشترك عنده عشان صدقني هينزل حكايات مفيش أجمد منها وما نزلتش قبل كده، حكايات أول مرة هتشوفها. والرابط بتاع قناته في الوصف والكومنت المثبت زي ما قلت لكم. وأخيرا يا صديقي ما تنساش تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واللي في الكومنتات رأيك في حكاية النهاردة. وأراكم على خير إن كان لنا لقاء آخر إن شاء الله، ويلا سلام.